سلام. مع الصفرة. أول ما ينزلون افتح الصوت. أول ما ينزلون اعطينا صوت. يلا تمام. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرين معكم ونقل مباريات دوري نجوم العراق لهذا الموسم 25-26. وصلنا الآن إلى المحطة 22 من دورينا. مباراة اليوم هي استكمالا واستمرارا لمباريات هذه الجولة التي شاهدنا فيها 6 مباريات حسمت بها النتائج، متبقي 4 مباريات. من ضمن هذه ال4 مباريات أربيل والميناء، زوراء ونفط ميسان، الكرخ ودوك، والقاسم وزاخو. مباراة اليوم ما بين ناديي أربيل في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، 12 انتصار، 4 تعادلات، 4 هزائم، سجل 31 هدف واستقبل 15 هدف. بينما الميناء في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، 7 انتصارات، 5 تعادلات، 9 هزائم، سجل 23 هدف واستقبل 23 هدف. مباراة خاصة ما بين الأستاذ والتلميذ، ما بين باسم قاسم وحسين عبد الواحد. باسم قاسم سبق وأن أشرف على تدريب حسين عبد الواحد. طبعا طاقم التحكيم المؤلف من السادة سجاد خالد كحكم ساحة، والمساعد الأول أكرم علي، والمساعد الثاني صفد صباح، والحكم الرابع وميض محمود. بينما حكام غرفة الفار سالم عامر حكمنا الدولي ورضا عباس. نادي أربيل الذي يطمح بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، يعني هم الفريقين أتيا من انتصار. نادي الميناء فاز على نادي النجف
ونادي أربيل فاز على نادي طبعا نادي القرمة، والفريقان حققا الانتصار خارج القواعد. الميناء هناك في محافظة نجف الأشرف، وأربيل هناك في الأنبار تحديدا في الرمادي، وبالتالي الفريقان يبحثان عن انتصار جديد. فالمباراة سوف تكون مفتوحة، لكن المباراة ينقصها شيء مهم جدا، وهو الجماهير. طبعا هنا توفي اللاعب هندرين علي، اللاعب السابق لنادي أربيل، توفي قبل يومين، نتمنى له طبعا الرحمة والغفران، وهنا قراءة سورة الفاتحة على روح هذا اللاعب، وأيضا على أرواح شهداء العراق الذين طبعا استشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن في جميع محافظاتنا، في أربيل، في كركوك، في الموصل، في الأنبار، وفي بابل، وسائلين رب العالمين أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عليه إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم من جديد، ولقاء أربيل والميناء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري نجوم العراق. طبعا نادي أربيل بقيادة المدرب باسم قاسم، الذي يبدأ تشكيلة هذا اللقاء بكميل سعدي في حراسة المرمى، أحمد زيرو، مارلين شوبانوف، مامادو ديارة، عمر جنكي، همام طارق، ايدي ميسيان، علي شقوان، كريستوفر جون، كريستيان باركو، شيرزود تيمروف. الهداف هداف دوري نجوم العراق برصيد 16 هدف، بينما المدرب حسين عبد الواحد يبدأ بتشكيلة اللقاء في حراسة المرمى عبد السليم حماد، فيصل جاسم، مجتبى علي، ابراهيم كونيتي، عباس ياس، كليش لوفيلو، مرتضى علي، كيسندا، ومحمد قاسم الصيف، رضا ماجي، مهند عبد الرحيم. وهنا صافرة الحكم سجاد خالد تعلن عن بداية هذا اللقاء. لقاء صعب جدا على الفريقين بسبب الوضع البدني والذهني والفني الممتاز للفريقين، وبالتالي يعني اعتقد سوف نشاهد مباراة كبيرة، لكن هذه المباراة ينقصها الجماهير طبعا بسبب طبعا الظروف التي تمر بها المنطقة، وأيضا يمر بها عراقنا الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن بردا وسلاما على جميع مدننا ومحافظاتنا وشعبنا، وإن شاء الله تزول هذه الغمة عن أمتنا، وإن شاء الله السلامة لجميع طبعا الشعب العراقي. هنا بداية هذا اللقاء أربيل البحث عن انتصار، طبعا باسم قاسم تغييرين فقط عن التشكيلة الأخيرة التي لعبت أمام نادي القرمة، دخول ديديم إيسيان وهمام طارق بدلال كل من علاء رعد والفارو دانييل. أكيد طبعا تغييرات همام طارق على مستوى الدفاع، وأيضا اللاعب إيسيان على مستوى خط الوسط. هذا هو همام طارق، الخبرة والتجربة الكبيرة. رمية جانبية مصلحة نادي الميناء، اللاعب المهند عبد الرحيم، أيضا خبرة وتجربة كبيرة. مهند عبد الرحيم سبق واللعب مع نادي أربيل. هنا المحاولة وتمروف والعادل الخلف، وهناك خطأ لمصلحة نادي هذا وباسم قاسم، الجنرال باسم قاسم. كرة الآن مامادو ديارة الفرنسي إلى علي شقوان، صاحب هدف جميل جدا في مرمى نادي القرمة في الجولة الماضية الذي فاز بها فريق أربيل على فريق القرمة 3 أهداف مقابل هدفين، وتمريرها إلى تيمروف الخطير، لكن إبراهيم كونيتي نعم الغيني بدون فلسفة. إلى رمية جانبية تلعب همام طارق إلى علي شقوان تيمروف بالخطأ، عادت مصلحة نادي الميناء البحث عن الهجوم المرتد،
تمريرة طويلة عنوانها كميل سعدي. نعم عنوانها كميل سعدي. القوة الجوية بعد الفوز على فريق ديالى بهدف في الوقت القاتل وصل إلى النقطة 52 وبالتالي يبقى في صدارة دوري النجوم. هنا الكرة الخطيرة قطعة محمد قاسم. الله، كاد محمد قاسم نصيف أن يستغل الخطأ لكن كميل سعدي أبعدها إلى ركنية باليد العكسية. وهنا حسين عبد الواحد، هنا الفرنسي تمريرة خاطئة من ديارة ولكن قاسم نصيف الذي صوب الكرة وممتازة من كميل سعدي. يقدم مباراة كبيرة كميل سعدي، 17 مباراة لكميل سعدي، هذه المباراة 18 وأيضا دخل كمباراة بديل. يمتلك 7 كلين شيت. ركنية الآن لمصلحة نادي الميناء. أبناء السفانة يبحثون عن هدف مبكر. يحاول الآن آخر مباراة هنا فاز فريق الميناء على أربيل. هنا الآن محاولة الرأسية والمتابعة تصويبه جول 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 جول. مهند عبد الرحيم ما زال يتألق ويتعملق، ما زال يحمل ذخيرة الأهداف ليطلق الصواريخ من أي مكان ويسجل بالقدم اليسرى هدف مبكر للميناء. نعم نادي الميناء الذي يسجل دائما في الربع ساعة الأولى. أفضل فترة تهديفية لنادي الميناء هو في الربع ساعة الأولى من المباريات. سجل 5 أهداف. نعم سجل 5 أهداف من مجموعة 23 هدف، والآن يسجل الهدف السادس في هذه الفترة وهدف جميل من مهند عبد الرحيم بخبرة السنين بالتجربة الكبيرة في مواسم سابقة. هداف بالفطرة منذ نعومة أظفاره ولغاية الآن للوصول لهذا العمر الكبير. المخضرم مهند عبد الرحيم يفتتح التسجيل في الدقيقة 4. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ أعتقد الهدف شرعي، لكن هل هناك لقطة خلف الكواليس؟ مهند عبد الرحيم الذي يسجل 5 أهداف بعد الثنائية في مرمى النجف وهدف في مرمى نوروز وهدف في مرمى الطلبة، الآن يزور شباك أربيل الذي فاز هناك. نعم هدف شرعي وبالتالي يتقدم نادي الميناء. مثل ما ذكرت مباراة ليست سهلة بالمرة، مباراة صعبة على الفريقان يمتلكان الأسلحة الهجومية من أجل مشاهدة مباراة قوية وقوية جدا. هنا المحاولة وسط محمد قاسم الصيف الذي يلعب الكرة الجميلة. ماجي عدى خطير. يا الله كيف ضاعت من رضا، كيف ضاعت من المغربي. كرة خطيرة أخرى تعصب باسم قاسم وتجعله يصرخ على اللاعبين بسبب سوء التمركز الدفاعي في هذه اللقطة. شاهد تمريرة الصيف وماجي عدى صوب الكرة لكن مرت بسنتيمترات قليلة. نعم لم يكن متسللا. السفانة تبدأ بقوة هنا في جبال هولير، هنا في أربيل. السفانة تكشر عن نيتها بأخذ ال3 نقاط. لم تأتي إلى أربيل من أجل الاصطياف أو من أجل السياحة، بل من أجل حسم الأمور. لكن الهوليري يمتلك الأسلحة الهجومية وخاصة في ظل وجود الأوزبك تيميروف. الكرة الآن باركو تمريرة خاطئة عادت الأرجنتيني، لكن قتال من ماجي، قتال من الأسد المغربي مرة أخرى لعباس ياس. وهناك خطأ لمصلحة رضا ماجي. 7 دقائق نارية للميناء، كاد أن يسجل يعني هدفين على الأقل، لكن كرة أبعدها كميل سعدي
وكرة مرت بجانب القائم ليست بسنتيمترات قليلة وقليلة جدا. ولا ننسى العنوان الأبرز لهذه السبع دقائق التي مرت هو هدف مهند عبد الرحيم. عباس ياس مدافع اليسار يلعب الكرة الأمامية لمهند، مهند يحاول من أمام شوبونوف لكن الدب الأوزبكي قطع الكرة وعادت لمصلحة نادي أربيل. أربيل بتنظيم الكرة يحاولان يسيان من جديد امام طارق يترك لشاخوان. علي شاخوان يحاول الان، علي شاخوان يلعب الكرة الى شوبانوف، شابانوف لمصلحة عمر جنكي، قطعت الكرة وكرة خطيرة. شاهدنا الكرة الخطيرة لرضا ماجي. نعم شاهدنا خطأ على لاعب نادي الميناء، على مرتضى علي. عادت لمصلحة نادي أربيل. هل هناك عودة لأربيل سريعة؟ هل هناك عودة لنادي هولير؟ كرة الآن طويلة، فيصل جاسم من أمام الأرجنتيني كريستيان باركو. لعبة الكرة وصلت تمروف يحاول الآن تمريرة داخل منطقة الجزاء لكن ممتازة. عبد سليم حماد من أمام كريستوفر جون. عبد سليم حماد المباراة 17 له و5 كلين شيت، 5 كلين شيت وبالسلامة عبد السليم حماد بعد الكرة المشتركة مع النيجيري كريستوفر جون القادم من النادي العربي الكويتي على سبيل الإعارة. شاهد هنا اللقطة والاحتكاك. شاهد هنا اللقطة. نعم الاحتكاك ما بين عبد السليم حماد نادي الميناء في آخر مباراتين فاز نادي الميناء وحافظ على ضعف الشباكة. فاز على نادي القرمة بهدفين مقابل لا شيء، وفاز على نادي النجف بهدف مقابل لا شيء. واحدة داخل الديار هي مباراة القرمة، وواحدة خارج الديار هي مباراة النجف. نعم الميناء يعني آخر 5 مباريات للميناء حافظ على نظافة شباكه ب4 مرات. نعم يعني نتكلم عن رقم ممتاز جدا. يعني فقط تلقى هدف من زاخو. هنا عبد السليم حماد السلامة أيضا لكريستوفر جون الذي أيضا يعاني من إصابة. كرة الآن كيسندا براس إلى مجتبى، يحاول الآن فريق أربيل البحث عن الهجمة المنظمة. نعم نادي الميناء بآخر 5 مباريات حافظ ب4 مباريات على كلين شيت. نعم المباراة التي خسر بها أمام الموصل 2 مقابل هدف واحد، استقبل 2 نعم من نادي الموصل. مباراة في الجولة 19 عندما خسرها هناك في دهوك. هنا محمد قاسم الصيف يغير اللعب تماما جهة اليمين. مجتبى علي يلعب الكرة العالية، يحاول مهند عبد الرحيم لكن طالت وتركت إلى الخارج. أحمد زيرو ترك الكرة للخارج وبالتالي ركلة مرمى. هذا هو كيسندا اللاعب الكونغولي. كوميل سعدي، كوميل يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام من أجل لعب الكرة الطويلة والعالية. هذا هو الخطير، هذا هو الأوزبكي تيموروف، ساهم ب17 هدف لنادي أربيل يعني من مجموعة 31 هدف. شاهد النسبة يعني سجل 16 هدف وصنع هدف. 17 هدف من مجموع 31 هدف.
يعني نسبة وتناسب. شاهد الإحصائية، يعني إحصائية كبيرة جدا، يعني تصل إلى نسبة. الكرة العالية والمحاولة، شوبونوف كاد الأوزبكي الآخر أن يسجل هدف، لكن الكرة مرت. شاهد شاخوان لعب الكرة حاول الأوزبكي شوبونوف حاول ارتمى على الكرة، نعم لمس الكرة بسن الحذاء جلكم الله أحبة المشاهدين، لكن الكرة ذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى لعبة عبد السليم حماد، حذاري يضغط نادي أربيل للأمام، تلعب الكرة عباس ياس، فيصل جاسم والإبعاد إلى رمية جانبية. نعم يعني كان على عبد السليم حماد لعب الكرة العالية الطويلة. على العموم يعني يريدون بناء اللعب من الخلف. حسين عبد الواحد الذي استلم المهمة التدريبية في الجولة 2021 ونجح بتحقيق انتصارين وحافظ على نظافة الشباك لغاية الآن. شوبونوف يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه تيميروف، لكن أقرب لعبد سليم حماد. نعم عبد سليم حماد وأقرب للكرة. عبد سليم حماد هذه المرة يلعب الكرة الأمامية، قطعت من همام طارق، كيسندا يضغط، لعبت لشاخوان، قطعت من مجتبى، عادت مهند إلى كيسندا السريع. همام طارق سوف يعاني من أمام كيسندا الكونغولي، لاعب يمتلك سرعة، يضغط على اللاعب. نعم دائما ما يكون شرس، هذا هو كيسندا الكونغولي، دائما ما يكون شرس على من ناحية الضغط. تغيير اللعب من شاخوان، وصلت إلى زيرو، أحمد زيرو، وأربيل لغاية الآن زيرو على مستوى النتيجة. هنا تيميروف، هنا الخطير، هنا المرور، هنا يحاول تيميروف لكن ممتازة من مرتضى علي، يحاول شيميروف لكن قطعت من تيميروف، عادت إلى مجتبى علي، أماميا من مجتبى، الكرة الطويلة، لكن هناك خطأ لمصلحة من؟ لمصلحة نادي الميناء بعد الضغط على مجتبى علي. هذا هو حسين عبد الواحد، تجربة تدريبية. نعم هو كان كمساعد مدرب، لكن الآن هو من يعني الخبرة والشباب. باسم قاسم وحسين عبد الواحد أكيد سنوات باسم قاسم. هنا شاخوان والضغط على مجتبى، وخطأ لمصلحة مجتبى علي من أمام علي شاخوان. عبد سليم حماد يلعب الكرة الأمامية الطويلة باتجاه مهند، لكن همام طارق وصلت إلى لوفلو، محمد قاسم نصيف، قطعت، عادت لمحمد قاسم، تمريرة لكيسندا، لكن التفاهم لم يكن موجودا بهذه التمريرة ما بين محمد قاسم وكيسندا، وبالتالي وصلت إلى ركلة مرمى. ربع ساعة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وتقدم لنادي الميناء منذ الدقيقة 7. طبعا نتكلم عن إحصائيات نادي الميناء، أفضل فترة له من ناحية تسجيل الأهداف هي الفترة من الدقيقة الأولى للدقيقة 15، نجح بتسجيل 5 أهداف، وفي هذا اللقاء يسجل هدفه السادس في هذه الفترة من المباراة. طبعا يعني نتكلم عن إحصائيات لا أكثر، وبالتالي يعني مرات الإحصائيات تأتي صحيحة، مرات لا تأتي صحيحة، لأن كرة القدم عالم متغير. هنا تيميروف يبحث عن تغيير النتيجة، يبحث عن التعديل تيميروف بتمرير العرضية، لكن قطعت من فيصل جاسم. سنوات طويلة فيصل جاسم بدأ بالميناء وعاد للميناء بعد فترة احتراف طبعا هنا في دورينا مع نادي الشرطة، والآن يعود إلى الميناء من جديد. همام طارق إلى علي شاخوان، نادي الميناء يلعب بنظام دفاع المنطقة، يبحث عن قطع الكرة، يبحث عن أخطاء نادي أربيل. هنا المحاولة من باركو الأرجنتيني ابن التانجو، قطعت الكرة، أبعدت من مرتضى علي عالية، تيميروف يحاول الاستلام، وصلت إلى باركو وخطأ على مرتضى علي، خطأ لمصلحة الأرجنتيني. ونادي أربيل معروف بالألعاب الهوائية، بالكرات الثابتة، دائما خطير بوجود تيميروف، إضافة إلى القادمين من الخلف كل من شابونوف ومامادو ديارة. نتكلم عن 3 لاعبين يمتازون بالكرات العالية. وشاهد
التركيز لدى عبد السليم حماد، تلعب الكرة العالية هنا الرأسية، مرت من عمر جنكي وشبنوف وبقية اللاعبين. كرة خطيرة أخرى، العمق الدفاعي لنادي الميناء يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى بعض الصيانة والإصلاح. نعم، شاهد للمرة الثانية تضرب دفاعات الميناء بنفس اللقطة. مرة أولى شبنوف لمس الكرة وذهبت للخارج، هذه المرة يعني لاعبين نادي أربيل أي لاعب لمس الكرة خلاص جول، وبالتالي حذار من الثالثة، حذار من الثالثة يا لاعبين نادي الميناء. نعم، تحتاجون إلى إعادة ترتيب الأوراق على مستوى العمق الدفاعي. نعم، قلبي الدفاع، أتكلم عن إبراهيم كونتي وفيصل جاسم، إضافة إلى بقية المدافعين وبقية لاعبي خط الوسط، أن لا يتركوا هكذا كرات تمر إلى لاعبي نادي أربيل إذا ما أرادوا الحفاظ على نظافة شباكهم. وهنا المحاولة، كيسندا مع الكرة يحاول المرور، أو هذا كليتش لوفيلو الجابوني، موسم ثاني من نادي الميناء. ديارا إلى كريستوفر جون يلعب على الطرف، لكن خطورته خلف تيميروف. نعم، خطورة كريستوفر جون خلف تيميروف. مامود ديارا إلى علي شاخوان مع الكرة، صاحب التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء. هنا تمريرة قطعت، شاخوان يضغط، عاد نادي أربيل وافتك الكرة مجددة. إيسيان إلى بوركو، كريستيان بوركو بطء كبير لاعبي نادي أربيل بلعب الكرات إلى الأمام. إيسيان إلى شابونوف إلى تيموروف تمريرة إلى كريستيان بوركو. ديارا ترك له همام طارق كرة عالية باستجاه. نعم، كريستوفر باتجاه كريستوفر، يحاول مجتبى وكريستوفر، صراع ثنائي، في الأخير نجح مجتبى بلعب الكرة إلى كيسند والبحث عن الهجوم المرتد، لكن قطعت من جينكي، لكن عادت سريعا لنادي الميناء. إبراهيم كونتي الغيني، عبد السليم حماد يضغط تيميروف، عبد السليم حماد أمامية قطعت، عادت لمصلحة نادي الميناء. مرتضى علي إلى رضا ماجي تمريرة إلى مهند لمصلحة نادي الميناء. يبحثون بالتحول بالكرة سريعا من الجانب الدفاعي للجانب الهجومي، ولاعبي نادي أربيل يضغطون على لاعبي نادي الميناء. احتفاظ بالكرة بصورة مميزة لنادي الميناء. كليتش إلى مهند يسقط على الخلف من أجل استلام الكرات. هنا التمرير رضا ماجي، صراع ما بين زيرو وماجي، أتى مهند وقطع الكرة، لكن هناك صافرة من الحكم سجاد خالد أنقذ فيها نادي أربيل من كرة مرتدة، من محاولة من الممكن أن تكون خطيرة على نادي أربيل. لغاية الآن لم نشاهد أربيل ذات الطابع الهجومي. نعم، شاهدنا لديه كرتين خطيرتين، لكن كانتا عن طريق الكرات الثابتة وليس من اللعب المنظم. ماجي إلى مرتضى إبراهيم كونتي لا مجتبى، هناك من جهة اليمين يحاول نادي الميناء. كريستوفر يحاول قطع الكرة، ممتاز من لاعبي نادي الميناء. هنا التمريرة، لكن قطعت كاد نماجي، خطأ على المغربي رضا ماجي. الوضع على الصورة، القادم من الدفاع الحسني الجديدي. شوف اللقطة ما بين الزيرو وماجي للمرة الثانية، صراع ما بين ماجي وزيرو. علي شاخوان، همام طارق، نادي أربيل ما زال يبحث عن التعديل، والميناء يبحث عن التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم. كريستوفر يحاول من أين المرور، 3 لاعبين صعب المرور. هنا ديارا قطعت الكرة من الفرنسي عباس ياس والتمريرة الأمامية. هنا ديارا مرة أخرى، تغطية موجودة، قطعة محمد قاسم صيف يحاول المرور، يبحث عن زين التصويب، لكن عودة سريعة. نعم، هذا هو ما يبحث عن فريق الميناء، يبحث عن أخطاء نادي أربيل، يبحث عن الأخطاء التي يرتكبها اللاعبين سواء بالتمرير أو بالاحتفاظ بالكرة، وبالتالي يضغط مهند، يضغط محمد قاسم صيف، يضغط كيسندا، يضغط رضا ماجي. وهنا تيميروف، هنا الخطورة عبد سليم حماد في المكان والزمان الصحيح لعبد سليم حماد
شو تمريرة شخوان واستلام جميل من تيميروف، حضر الكرة وماركو الارجنتيني صوب بالقدم الغير مفضلة، القدم اليمنى، وعبد سليم حماد كان في المكان الصحيح ومسك الكرة بلحظان كأنه على موعد مع هذه الكرة. وباسم قاسم دام التواصل والتوجيه للاعبين، يريد أن يسجل هدف التعادل سريعا، لا يريد أن يعطي الكثير من الثقل لنادي الميناء من أجل الحفاظ على نظافة شباكهم، ويعرف تماما بأن الفريق الذي أمامه السفانة حافظت على نظافة الشباك في المباراتين السابقتين، وبالتالي كلما يتقدم الوقت وأربيل لم يسجل هدف يعطي ثقة ودافع أكبر لنادي الميناء من أجل الدفاع بضراوة وشراسة عن مرماه. لكن ما زال الأمر طويل جدا. نتكلم عن هذا اللقاء وعن ما يجري من سيناريو في هذا اللقاء، لكن نادي أربيل لغاية الآن ليس هو نادي أربيل الذي شاهدناه في مباراة النادي القرمة السابقة. حسين عبد الواحد أيضا يوجه، يعني تكلم عن 24 دقيقة من الشوط وتقدم لنادي الميناء منذ الدقيقة الرابعة عن طريق مهند عبد الرحيم، عن طريق الهداف مهند عبد الرحيم. طبعا يتساوى مع محمد قاسم الصيف يعني اللاعب الذي سجل في الثلاث جولات الماضية، في الجولة 19، في الجولة 20، في الجولة 20 وفي الجولة 21. نعم، ومن قبلها سجل في الجولة 16 وفي الجولة 14. تكلم عن هداف الفريق في الجولات الماضية. الآن يتساوى مهند عبد الرحيم مع محمد قاسم الصيف، كل لاعب ب5 أهداف. هل هناك هدف آخر لمهند أم هدف جديد لمحمد قاسم؟ هنا التمريرة الطويلة لكن قطعت من عباس ياس، رضا ماجي يضغط عمر جنكي، رضا مر الأسد المغربي مر وعدى، وخطأ على أحمد زيرو. بالسلامة لرضا ماجي والسلامة لأحمد زيرو بهذه الكرة المشتركة، كرة مشتركة أخرى، مباراة داخل مباراة ما بين زيرو وماجي، ما بين مدافع اليمين والمهاجم الذي يلعب على طرف اليسار. بالسلامة لرضا ماجي والسلامة لأحمد زيرو والسلامة لجميع الموجودين في ملعب فرانسو حريري الذي يغيب عنها الجماهير، جماهير نادي أربيل. نعم، معروفة بتعطشها الكروي، لكن سلامتكم أهم. نعم، سلامتكم أهم يا جماهير أربيل. طبعا نادي أربيل، تكلم عن نادي أربيل الذي لعب 20 مباراة، لديه مباراة مؤجلة أمام نادي دياله. أربيل يعني إذا فاز يعود إلى المركز الرابع مجددا بنفس الرصيد مع الطلبة تكلم 43 نقطة، وأربيل الآن 40، يعني في حال الفوز سوف يصل إلى نقطة 43 في المركز الرابع. بينما هنا مهند عبد الرحيم لغاية الآن هو نجم شباك التذاكر بعد الهدف الذي سجل. الرأسية الجميلة كانت مرت من مجتبى وصلت إلى مهند بخبرة السنين بلمسة جميلة. نعم، لمسة جميلة. هنا كونتي الذي لعبه عدت من مجتبى ومهند من اللمسة الأولى، وأيضا هناك يعني ضغط متأخر من لاعبي نادي أربيل، وهدف جميل جدا. صعبة كانت على كوميل سعدي الذي لمس الكرة لكن لمسته لم تكن كافية والكرة دخلت الشباك. حسين عبد الواحد فرح تماما بهذا الهدف، أكيد هدف يعطي ثقة، يعطي دافع، يعطي الكثير والكثير لنادي الميناء. إبراهيم كونتي حذاري، تلعب أمام تيميروف، وتيميروف معروف يضغط دائما على المدافعين، همام طارق وكيسندا، تترك لكوميل سعدي. كوميل سعدي الحارس الأساسي موجود في دكة البدلاء، سرهانك محسن ومحمد حسن. سرهانك محسن الذي لعب الأدوار الأولى من دورينا لكن بعد إصابته كوميل سعدي استلم المهمة وخلاص، بقى هو الحارس الأساسي. هنا كوميل سعدي يلعب الكرة العالية ويعتذر من اللاعبين بعدما لعب هذا الخارج. مجتبى علي،
مجتبى يلعب رمية جانبية لمن؟ مامادو ديار الفرنسي. حذار يا كومي. ديارة يلعب الكرة العالية الطويلة أيضا إلى الخارج، أيضا إلى الخارج. رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي الميناء. هذا هو مهند عبد الرحيم، خبرة كبيرة، سبق وان فاز بلقب هداف الدوري. إلى الخارج. تلعب الآن مامادو ديارة، طويلة من مامادو باتجاه تيموروف، لكن قطعت من إبراهيم كونتي، عادت إلى كليتش، مرتضى علي كليتش، 1-2 ما بين مرتضى وكليتش. يحاول الآن فريق الميناء مهند عبد الرحيم التحول بالكرة للأمام. رضا ماجي، تمرير لعباس ياس، عباس ياس إلى كليتش، إلى الخلف إلى مرتضى، يضغط كريستوفر، قطعت من تيموروف إلى كريستيان إلى تيموروف، لكن أقرب عباس ياس، أقرب عباس ياس. هذا هو عباس ياس يحاول تلعب رمية جانبية، قطعت من أحمد زيرو. تلعب الكرة عالية، يحاول الآن نادي أربيل. شابونوف يبحث عن الكرة الأمامية. كريستوفر، إيسيان مع الكرة، يغير هناك لهمام طارق، يلعب علي شخوان مع الكرة، يرجع للخلف. شاهد لاعبين نادي الميناء جميعهم في ساحة لعب، نعم جميعهم إلى الخلف من أجل عدم إعطاء المساحة والفرصة لنادي أربيل. يضطر ديار يلعب الكرة على باتجاه كريستوفر، كرة الخطيرة، ابعاد من عبد سليم حماد. كاد كريستوفر، كاد النيجيري أن يعدل النتيجة، لكن عبد سليم حماد في المرصاد، وابعد الكرة إلى ركنية. شاهد ديارة، تمريرة جميلة لكريستوفر الذي صوب الكرة، لكن عبد سليم حماد أبعدها. عبد سليم حماد يبحث الآن عن الهجوم المرتد، لعبها سريعا إلى السريع. كيسندا يلعب الكرة العالية وتترك له كوميل سعدي. نعم كوميل سعدي. ماذا هناك؟ هل هناك لاعب ساقط على أرضية الملعب؟ 30 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وتقدم نادي الميناء على نادي أربيل منذ الدقيقة الرابعة. سجاد خالد حكم هذا اللقاء يوقف المباراة. شاهدنا اللقطة والاحتكاك الذي حدث ما بين تيموروف ومرتضى علي. شاهدنا خروج عبد سليم حماد، نعم يعرف تماما، خارج منطقة ال6 ياردة، يعرف تماما خطورة لاعبي نادي أربيل بالكرات الثابتة، بالكرات الرأسية. السلامة لمرتضى، شاهد هنا التصدي الجميل من عبد السليم حماد. الله على السلام الجميل. نعم شاهد الاستلال الجميل، لكن حلوة من عبد السليم حماد. السلامة جميع الموجودين. اسقاط كرة لكومي،
كومي إلى همام طارق. نادي أربيل هل يسجل هدف قبل نهاية الشوط الأول؟ نعم، ما زال وقت طويل. نادي الميناء يعتمد على التحولات من الدفاع إلى الهجوم. عمر جنكي شهد لاعبي نادي الميناء يتحركون ككتلة واحدة من الناحية الدفاعية. يلعب الكرة الأمامية هنا تيموروف، وراسية وإلى الخارج. نعم، ركلة مرمى راسية من تيموروف. يعتمدون على الكرات العالية والطويلة لتيموروف، وأيضا لكريستوفر جون، وإضافة لكريستيان باركو الأرجنتيني. ثلاث الهجوم لنادي أربيل. ركلة مرمى لمصلحة نادي الميناء. فيصل لاعب سليم. مرتضى يضغط كريستوفر. قطعة الكرة من إيسيان شابونوف إلى تيموروف. هنا يحاول والإبعاد من كونتي. إبراهيم كونتي إبعاد الكرة. تلعب رمية. يحاول الآن رضا ماجي العباس ياس. علي شاخوان يعود بالكرة للخلف لكومي السعدي. وهناك تسلل. نعم، ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الميناء. شاهد هنا اللقطة. عاد من التسلل تيموروف. نعم، واضح تماما اشترك بالكرة، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة على تيموروف. رمية جانبية. أحمد زيرو إلى كريستوفر جون. أحمد زيرو لإيسيا. همام طارق الذي يلعب أساسيا اليوم. والإبعاد ممتاز من مجتبى علي. فداية كبيرة من مجتبى علي. وابعاد الكرة لرمي جانبي. همام طارق يلعب الكرة سريعا. 10 دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول، والميناء يتقدم منذ الدقيقة الرابعة عن طريق الهداف. والمخضرم مهند عبد الرحيم. تلعب الكرة العالية. تيموروف يحضر كرة لكريستيان باركو إلى همام طارق يبحث عن العرضية، لكن يلعب الكرة للخلف إلى كريستيان. يلعب الكرة العالية. هنا الرأسية من عباس ياس. وصل لكريستوفر. كرة الخطيرة والإبعاد من عباس ياس إلى ركنية أخرى لمصلحة نادي أربيل يبحث عن التعديل عن طريق الكرات الثابتة. هل ينجح تحصل على العديد من الكرات الثابتة، سواء أخطاء أو ركلات ركنية. عبد سليم حماد ما زال بالتركيز. كريستيان بوركو على القائم الأول، والإبعاد من رضا ماجي استلم الكرة، وقطعت الآن من رضا. عادت إلى رضا بالسرعة، رضا بالمهارة، لكن إيسيان موجود في التغطية. وهناك خطأ على رضا ماجي. صراع أفريقي ما بين المغربي والنيجيري إيسيان. لا داعي لهذه الحركات الزائدة يا رضا ويا إيسيان. سجاد خالد يستدعي اللاعبين. نعم، يستدعي إيسيان ويستدعي رضا ماجي، خلاص للتنبيه عما حصل فيما بينهم. هنا سجاد خالد يتكلم مع اللاعبين، مع رضا ماجي وإيسيان، بعد اللقطة الأخيرة التي حدثت ما بينهم. شاهد هنا اللقطة. إيسيان خلاص تم احتساب الخطأ لمصلحة إديديم إيسيان. تلعب الكرة العالية من كومي. هنا الرأسية والإبعاد من مرتضى. ديارة. شاخوان. علي شاخوان يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. هنا الرأسية كريستوفر، المحاولة لمصلحة النيجيري، لكن أيضا الطريق مغلق أمامك يا نيجيري. الطريق مغلق أمامك.
والتصويبة هنا اكو حزير، اكو حزير بديلا لعمر سعد لعمر جيكي. نعم اكو حزير وتبديل مبكر، تبديل مبكر. دخول لاعب خط وسط وخروج لاعب من الثلاث قلوب دفاع لباسم قاسم. خلاص لا يحتاج الى ثلاث قلوب في الدفاع، وبالتالي يدخل لاعب خط وسط هو اكو حزير من اجل السيطرة اكثر على منطقة الوسط. تلعب الكرة الان، ركنية تلعب الان. هنا المحاولة لبعد من ابراهيم كونتي. رضا ماجي يحاول المرور، رضا بالسرعة والمهارة بالقرب من احمد زيرو. نعم 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 منذ بداية الشوط ولغاية الان، ولغاية الان المواجهة مستمرة ما بين زيرو ورضا ماجي. عباس ياس، عباس ياس على لعب الرمية الجانبية. عباس على لعب الرمية الجانبية يلعبها، يحاول الآن مرتضى علي إلى كليتش. كليتش هناك لمجتبى، يضغط شخوان على مجتبى، يضطر مجتبى لعب الكرة بأي عنوان بأي شكل حتى لا تقطع من مجتبى. نعم الذي لعب الكرة الأخيرة إلى الخارج، رمية جانبية. أكو حزير، أول لمسة لأكو حزير اللاعب البديل الذي دخل في الدقيقة 37. إيسيان إلى أكو حزير. الآن علي شخوان يتحرر أكثر من الناحية الهجومية بعد دخول أكو حزير في وسط الملعب جنبا إلى جنب مع إيسيان. شابانوف، شابانوف لكريستوفر جون، كريستوفر جون إلى كريستيان باركو. راحت الكرة من كريستيان، عادت لمرتضى إلى كليتش. يحاول نادي أربيل أن يضغط، وصلت إلى مرتضى إلى الخلف إلى إبراهيم. يضغط لاعبي نادي أربيل، لكن خروج بالكرة جميل من لاعبي نادي الميناء. تمريرة وقطعت من همام طارق، قطعت من همام طارق وإلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. هذا هو همام طارق، الخبرة والتجربة الكبيرة. سين عبد الواحد هل ينجح بانتصار ثالث على التوالي؟ هنا التمريرة الأمامية، يحاول الآن تيميروف، يضغط على عبد السليم حماد. حذاري حذاري حذاري، وجول! ومن غيره ومن غيره الأوزبكي يستغل كل خطأ، يستغل كل فرصة، يستغل كل ثغرة. عبد السليم حماد وقع بالمحظور، وأمام من؟ أمام هذا الدب، أمام هذا الهداف، أمام هذا الذي لا يرحم أمام الشباك، الذي يستمر بتسجيل الأهداف كأنها هواية، كأنها حكاية، يستمر بكتابة فصولها. تيميروف الأوزبكي الذي يسجل الأهداف في كل جولة، في كل فرصة، في كل غفلة. وهنا عبد السليم حماد أخطأ أمام تيميروف، والخطأ دفع ضريبته سريعا عبد السليم حماد، وهدف التعديل لمصلحة أربيل في الدقيقة 40 وعن طريق الأوزبكي الذي يواصل تسجيل الأهداف ويصل إلى الهدف 17. 17 هدف، 17 هدف من مجموع 32 هدف. يا الله على هذه النسبة، يعني لاعب بفريق، لاعب بفريق، يعني هكذا محترفين، هكذا محترفين. أكيد إضافة، أكيد إضافة. تيميروف نعم خطأ، وهنا تسلل على تيميروف. فيصل جاسم كرة الآن، يعني هناك كلام بأن فابيو كانافارو مدرب المنتخب الأوزبكي يضع تيميروف ضمن القائمة المستدعاة إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد تألق في دوري طبعا في دورينا دوري نجوم العراق لهذا الموسم. أكيد طبعا
يعني لاعب متميز جدا، يعني ليس فقط مهاجم، أيضا لاعب انضباط وتكتيكي. يعني عندما فريق أربيل يفقد الكرة في الثلث الأخير، تمروف هو أول لاعب يدافع عن الكرة. هنا الرمية الجانبية لعبت سريعا، لكن هناك لاعب من لاعبين نادي الميناء ساقط على ارضيه الملعب، وهنا سجاد خالد يطلب من الكادر الطبي الدخول سريعا. اخر دقيقتين على نهايه ال 45 دقيقه. بالسلامه لفيصل جاسم. هل يعاني من اصابه على مستوى الركبه؟ نعم يعاني على مستوى الركبه فيصل جاسم. بالسلامه لهذا اللاعب الاسمراني. شاهد كيف يعاني من الاصابه. اكيد اصابه الركبه صعبه جدا. هنا الكره المشتركه ما بين تيمروف وفيصل جاسم. شاهد اللقطه، ابعد الكره فيصل جاسم ومن ثم سقط على رجل واحده، وبالتالي هل هناك اصابه على مستوى الركبه؟ بالسلامه. فيصل جاسم ما زال يعاني من الاصابه. نادي اربيل، لاعب نادي اربيل في ملعبه 11 مباراه، فاز بسبع مباريات، تعادل مباراه واحده وخسر مباراتين فقط، سجل 14 هدف، ومع هذا الهدف الان 15 هدف، واستقبل 8 اهداف مع هدف نادي الميناء. بالسلامه لفيصل جاسم. هذا هو تيمروف. نعم، قطع الكره من ديارة، لعب الكره الاماميه. نعم، شاهد كيف ضغط على عبد سليم حماد الذي يعني لا اعرف لماذا لم يمسك الكره، والكره كانت داخل منطقه الجزاء. يعني شاهد، نعم الكره داخل منطقه الجزاء، لماذا لم يمسك الكره؟ وبالتالي يعني خطأ الحارس خلاص خطأ الحارس، يعني هدف في شباك، هدف في مرماك. شاهد اللقطة كيف نجح باستغلال خطأ الإبعاد من الحارس عبد سليم حماد، وتيمروف يسجل هدف التعادل. بالسلامة لفيصل جاسم الذي يخرج على النقالة. خمسة واربعين دقيقة انتهت أحبتي المشاهدين، مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل هدف مقابل هدف. نعم، هي مباراة ذات طابع هجومي. 6 دقائق كوقت مضاف على أحداث الشوط الأول. هل هناك هدف للأزرق أم للأصفر؟ همام طارق إلى كريستيان باركو لا كحزير. ديارة، عودة لاعبي نادي الميناء إلى الخلف. نعم، يدافعون. هنا التمريرة والإبعاد من مرتضى. كريستوفر جون النيجيري إلى تيمروف، إلى زيرو لا شخوان. تمريرات جميلة بلاعبي نادي اربيل. تلعب الكرة من كريستوفر، لكن الإبعاد من مرتضى علي. نعم، تغيير، دخول أحمد محمود. نشاهد أحمد محمود أتى طبعا راكضا إلى دكة البدلاء من أجل تغيير الملابس والدخول في الوقت المتبقي، الوقت المضاف على أحداث الشوط الأول. شخوان، قطعت الكرة من رضا ماجي حول المرور. تمريرة لمحمد قاسم الصيف إلى مهند. يعني الثنائي الهجومي مهند ومحمد قاسم يلعبان بهذه المنطقة، يعني تشير إلى معاناة كبيرة لنادي الميناء بالخروج بالكرة للأمام. وهنا تمريرة طويلة، شوبانوف يلعب الرأسية، وصلت لها رضا يحاول المرور، لكن قطعت من شوبانوف. يحاول أنيسيان، عادت إلى شوبانوف مجددا، يلعب زيرو مع الكرة أمامية وعالية باتجاه كريستوفر لم ينجح في استلام الكرة. هنا التبديل، أحمد محمود الياباني. نعم، الياباني يدخل الآن بديلا لمن؟ بديلا لفيصل جاسم. أيضا تبديل في الشوط الأول، أحمد محمود ملقب بالياباني بديلا لفيصل جاسم الذي خرج مصابا. تبديل ثاني في هذا اللقاء بعد تبديل من نادي اربيل. تيمروف وكلام، ماذا هناك يا تيمروف؟ نعم، أوزبكستان هي إحدى الجمهوريات السوفيتية
السابقة. نعم، الاتحاد السوفيتي وأوزبكستان من هذه الجمهوريات اللي كانت تحت لواء الاتحاد السوفيتي، لكن بعد ال90 خلاص انحل الاتحاد السوفيتي وبقت روسيا، وكل جمهورية أصبحت دولة، وأوزبكستان من إحدى هذه الجمهوريات التي أصبحت دولة. تلعب الكرة الآن محمد قاسم، رأسية ديارة، أحمد محمود إلى محمد قاسم مجددا، محمد قاسم يقف على الكرة بصورة جميلة، تمريرة إلى رضا ماجي بالقرب منه، زيرو مر رضا يحاول، ممتازة من زيرو، افتكاك للكرة بصورة جميلة من أحمد زيرو، كريستوفر جون يحاول المرور، ماذا هناك يا محمد قاسم؟ لعب الكرة بظهر كريستوفر جون. رمية جانبية، إبراهيم كونتي، الأحمد محمود، تلعب الكرة لمحمد قاسم، تمريرة أمامية، كيسند يضغط عليه همام طارق، لكن همام بكرة خلفية والإبعاد، عادت لأحمد محمود في خط الوسط، أحمد محمود إضافة إلى كليتش لوفيلا، يحاول رضا ماجي، قطعت الكرة، كريستوفر عدى يحاول المرور، يلعب الكرة لتيمروف يضغط عليه كليتش، يلعب الكرة، اصطدت بكليتش، تمريرة لعباس ياس إلى كليتش، يحاول شاخوان لكن أمامية من عباس ياس، من الرسيم محمد قاسم إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل، قطعت مرة أخرى من كليتش لوفيلو إلى الخارج، رمية جانبية أخرى، علي شاخوان يتركها لأحمد زيرو. نعم، يتركها لأحمد زيرو. ندخل الدقيقة الخامسة من الوقت المضاف، والحكم سجاد خالد يطلب من أحمد زيرو أن يلعب الكرة من مكان الخروج. زيرو يلعب رمية جانبية إلى شابانوف إلى مامودو ديارة الفرنسي، يلعب الكرة العالية، كريستوفر يحاول يضغط على مرتضى لكن طالت على كريستوفر وتركها مرتضى إلى الخارج، ورمية جانبية. نعم، رمية جانبية أو ركلة مرمى. نعم، ركلة مرمى لمصلحة نادي الميناء. عبد سليم حماد، خلاص دقيقة واحدة فقط متبقية من الوقت المضاف على أحداث الشوط الأول. شوبنوف بالراس، وصلت إلى ماجي، محمد قاسم يحاول محمد قاسم، شوبنوف قطع الكرة إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي الميناء. رضا ماجي، عباس ياس يلعب رمية جانبية لمهند يحاول المرور، يلعب الكرة العالية أقرب لكميل سعدي. نعم، لا وجود أي لاعب من لاعبين نادي الميناء. همام طارق الآن ثواني أخيرة على نهاية الوقت المضاف على أحداث الشوط الأول. هنا 1-2 جميل ما بين تيمروف وهمام. شاخوان يحاول قطعة الكرة، عادت إلى تيمروف إلى من؟ إلى زيرو، أحمد زيرو، أكيد ضغط عليه رضا ماجي، زيرو لكريستوفر إلى زيرو، 1-2 لكن قطعت الكرة. وهنا الحكم سجاد خالد يوني أحداث الشوط الأول بالتعادل، هدف لأربيل وهدف الميناء. تقدم الميناء في الدقيقة الرابعة وعدل أربيل في الدقيقة 40 عن طريق الأوزبكي تيمروف. حبة المشاهدين استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيدا.
محاولة الآن، مسس، معروفي، غيث، عالية رأسية، الله للأنيق، مسوفة، سايمون برأسية رائعة بشباك نادي القاسم. سجل الطلبة الأنيق عن طريق سايمون مسوفة يسجل ويفتتح التسجيل للطلبة. لاحظ الكرة، معروفي، الله للطلبة للأنيق. ذكرنا بالكبير حسين سعيد، ذكرنا بعلاء كاظم وبأهدافه الجميلة، الله ذكرنا بيونس، ولو يونس لعب موسم وحيد اعتقد للطلبة في آخر لقب 2001. ذكرنا بالأسماء الجميلة للطلبة للأنيق. معروفي، عالية وخطيرة والرأسية، وثاني لعلاء عبد الزارع. الأنيق الطلبة لعلاء عبد الزارع للأنيق، علاء عبد الزارع محل السهرة للأنيق للطلبة بثاني أهداف الطلبة عن طريق الدولي السابق. لاحظ علاء ورأسية رائعة، حافظة للهدف. علاء عبد الزهرة مع الطلبة مع الأنيق وبهذا الهدف الجميل. سجل علاء ثاني للأنيق، ثاني للطلبة. خلاص أمنوا النتيجة. حكم المباراة يطلب من الجميع المغادرة، ونحن نقف على أعتاب ركلة الجزاء التي يتقدم إليها محمد قاسم. محمد من أجل فرحة في المعقل. الله، السفينة أصلحت وعادت جارفة، فليحذر الجميع. بادرة العودة في الجنوب بدأ بها الميناء، بدأ يسير في طريقها وبدأ يذهب على السكة المعهودة للانتصارات. هدف أول يدون وركلة جزاء تجعل هذا الرجل يضع الميناء في مقدمة المباراة. في بداية المباراة يسجل هدف أول في وسط الشوط. كرة قوية جميلة، ركلة جزاء مركزة والعمواس يحاول وخطأ لا يغتفر من المدافع. وهنا محمد قاسم يتقدم إلى الأمام ليضعها في الشباك، وبعد زاخو والشرطة والموصل يضع هدفا رابعا في مرمى النجف ليضع في سجلاته هذا الهدف الذي القرع. أن يتقدم المغربي، أن يفتتح التسجيل أمانة بغداد. تأتي هنا التحضير، هنا العرضية وهنا الراسية لا زالت مستمرة، وهناك صافرة وخطأ. صافرة حكم المباراة نعم تشير لخطأ بعد التدخل، وهنا يبدأ الاحتراز من اللاعب كمال بهذا التدخل. نشوفه بنعاته، شاهد هنا الارتقاء وهنا الرأسية، وكمال القرع هل اشترك مع الحارس أمجد رحيم. شاهد هذه الإعادة. كانوا يظنون بأن هنالك تسلل، ولكن لا وجود للتسلل بعد المرور بهذه اللقطة وبعد هذه العرضية. اشترك اللاعب كمال القرع مع الحارس وسقط أمجد رحيم أرضا بهذه اللقطة بعد ما عبرت براسية اللاعب منتظر عبد السادة. نعم بالكعب للخلف أسكنها المرمى بهذه الطريقة، وارتدم أو اصطدم الحارس بظهر اللاعب، كان يعطي ظهره للحارس. وبالآخر قرار حكم المباراة باحتساب الهدف الأول لنادي أمانة بغداد. إذا أول أهداف المباراة ملعوبة لنفط ميسان. تقدم ما بين ديمي وداوود. جول هنا حسين مطر براسية يمطر فيها شباك أمانة بغداد براسية حسين مطر.
مطر أسكنها المرمى وعدل نتيجة المباراة بكرة لا تصد ولا ترد من حسين مطر يعدل نتيجة المباراة. حسين مطر الذي لا يكذب خبر بعد أن أتت الكرة عالية ارتقى عاليا وأسكنها الشباك بهدف يعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. وضعها في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس عمار علي. نعم هي بسقف المرمى وصعبة جدا كانت على الحارس عمار علي. تعدل نتيجة المباراة وتعيد المباراة. الهدف الثاني غاب عن أجواء المباراة. لا لنفط ميسون. الله جاء الخبر السعيد من نسيم صيود. نسيم صيود ونعم بهذا النسيم الجميل هنا بملعب ميسان الأولمبي. نسيم صيود يصطاد أمانة بغداد ويسجل الهدف الثاني. يصطاد الأسود نسيم صيود بهدف ثاني في المباراة في وقت قاتل لفرسان المملكة يعلنون الهدف الثاني عن طريق البديل. شاهد هنا الخطأ من عباس ياسين أعاد الكرة للمدافع ولكن نسيم لن يكذب خبر استغل سقوط اللاعب لامين ساماته وتقدم التونسي اسكنها المرمى وضعها في الزاوية البعيدة بكرة أرضية قوية يعلن فيها عن الهدف الثاني. ثاني أهداف في المباراة لنادي نفط ميسان عن طريق اللاعب نسيم صيود البديل الذي يشرك من قبل المدرب علي عبد الجبار يعلن عن الهدف الثاني. تمرير عالية من ادميلسون. الضربة الرأسية خطيرة. الله الصقور لمواصلة التحليق والتمسك في الصدارة. اي نعم التمسك في الصدارة. صقور العاصمة في كل مكان وزمان. صقور العاصمة في كل مكان وزمان. اي نعم لمواصلة التحليق والتمسك في الصدارة. اي والله القوة الجوية وبضربة رأسية عن طريق محمد جواد يسجل أول أهداف المباراة. يرتقي عاليا ليسجل أول أهداف المباراة. حلوة الكرة الماضية الرأسية الماضية. يرتقي ويسجل ويتقدم القوة الجوية بأول أهداف المباراة. الكرة تنفذ والكرة تلعب بعد ذلك رأسية جول. الله الغراف هدف للسومر. الغراف هدف لأبناء ديقار الحضارة. هدف لأبناء ديقار الحضارة وسومر وقور. هدف التعادل. الله حسن داخل يدرك التعادل. هذه الكرة الرأسية. هذه كرة كوكو على الطاير وبعد ذلك الضربة الرأسية تأتي من حسن داخل ليدرك التعادل ليسجل التعادل. 1-1 المباراة الآن. كرة وصلت لوقاع يحاول فيها. وقاع يمرر تبادل الكرات. هذه خطيرة للقوة الجوية. الله جول ثاني. هدف ثاني للصقور. وفي أي وقت
القوة الجوية لا يستسلم، القوة الجوية ونقاط المباراة لا غيرها، لا غيرها. وقاع في الدقيقة 90 يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني. هاتوا خذ كرة في المرمى من قبل البديل. وقاع خلصها، وقاع في الدقيقة 90، وقاع تقدم، وقاع توغل، وقاع سدد، وقاع صوب وسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني للقوة الجوية الآن، الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 90. مامادو كرة مقطوعة، حبيب مامادو يحاول كرة خطيرة، هي جول 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 جول. صهيب رعد اللي صنع هدف أول في المباراة السابقة يسجل أول أهداف. القادم من النفط بعد جملة تكتيكية جميلة. صهيب يسدد كرة ويلعبها على يمين الحارس حسين علي ويسجل أول الأهداف بالدقيقة 59 من عمر المباراة. الدقيقة 59 صهيب رعد يسجل أول الأهداف للكرخ. صهيب رعد يسجل أول أهدافه وأول الأهداف للكرخ بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوفوا الكرة اللعبت، ارتدت، مامادو توغل، مامادو قطع الكرة من مامادو، برافو. شوف قطع الكرة من بين اللاعبين، مر وبيمينه على يمين الحارس حسين علي. يعلن تقدم الكناري بالهدف الأول بالدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق اللاعب صهيب رعد اللي يسجل أول أهدافه هذا الموسم. ركلة حرة لصالح ديالا، نلعب في الدقيقة 90. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. ركلة حرة لديالا داخل منطقة الجزاء، يحاول على الأقل فريق ديالا أن يخرج متعادل، وهدف التعادل. هدف لفريق ديالا. أيمن محمود بديالا يعود، وهدف تعادل في الدقيقة 90. هدف التعادل في الدقيقة 90 لفريق ديالا، وعن طريق اللاعب أيمن محمود يسجل في مرمى فريق الكهرباء، وهو ثالث أهدافه مع فريق ديالا خلال هذا الموسم. اللاعب التونسي أيمن محمود يسجل هدف التعادل برأسية بخطأ في التمركز لحارس المرمى علي خالد، ولذلك فريق ديالا يدرك التعادل. الآن أصبحت النتيجة 1-1 ما بين فريقي ديالا والكهرباء. لاحظ هنا الإعادة، وهنا أيمن محمود والارتقاء بهذه الطريقة يسجل هدف التعادل لفريق ديالا. هدف التعادل، لاحظ لا سجاد خليل ولا حارس المرمى علي خالد استطاعوا إيقاف اللاعب أيمن محمود من إدراك هدف التعادل في مرمى الكهرباء بمساعدة اللاعب والمدافع البوركيني سوميلا أوتارا. ركلة حرة غير مباشرة تنفذ هنا. مصطفى صلاح خطيرة ممكن الثاني الكهرباء الثاني. مصطفى صلاح ويسجل هدف ثاني. هدف ثاني للكهرباء. هلا يا غالي. حبيبي قلب.
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني ما بين ناديي أربيل والميناء. تركنا الشوط الأول إيجابيا بهدف مقابل هدف. تعادل تقدم نادي الميناء بهدف في الدقيقة الرابعة، وعدل تيمروف لأربيل في الدقيقة 40. نعم، سجل هدف الميناء مهند عبد الرحيم، بينما طبعا هنا تبديل دخول اللاعب مايكل جابريرا بديلا لكريستيان باركو الارجنتيني. دخول الارجواياني مايكل جابريرا المهاجم بديل الارجنتيني، طبعا قادم من نادي ديبورتيفو موتاجا الهندوراسي. مهند عبد الرحيم الذي تقدم بالنتيجه للميناء، لكن عدل تيميروف. اليوم المهاجمين 10/10 لغايه الان. مهند سجل وتيميروف سجل. نادي الميناء بنفس الاسماء: عبد السليم محمد في حراسه المرمى، مجتبى علي، ابراهيم كونتي، عباس ياس، كليتش لوفيلو، مرتضى علي، كيسند، محمد قاسم، رضا ماجو، مهند عبد الرحيم. وايضا دخول اللاعب طبعا دخول اللاعب احمد محمود بديل الفيصل جاسم في الوقت المضاف. هنا الكره الان يحاول محمد قاسم بالقرب منه شبونوف، محمد قاسم وشبونوف، وصراع والتفوق للاوزبكي. التفوق للاوزبكي الذي يلعب الكره العاليه والطويله باتجاه اللاعب الارجواياني جابريرا، مايكل جابريرا، لكن خطا على الارجواياني قادم من الدوري الهندوراسي، تحديدا من نادي ديبورتيفو موتاجا الهندوراسي. ايضا لعب مع الدور في الدوري الهندي ولعب في الدوري الارجنتيني. شاهدنا اللقطة المشتركة نعم ما بين مرتضى علي ومايكل جابريرا. رمية جانبية همام طارق، يلعب الرمية الجانبية همام طارق. محمود ديارة، اكو حزير الذي دخل طبعا بالنسبة لتشكيلة نادي اربيل: كوميت سعدي في حراسة المرمى، احمد زيرو، مارلين شابونوف، محمود ديارة، وهمام طارق، علي شاخوان، كريستوفر جون، كريستيان باركو الذي خرج ودخل بديل من مايكل جابريرا، وشيرزوت تيمروف. اضاف ايضا لاكو حزير الذي دخل بديلا في الشوط الاول لعمر جنكي. رضا ماجي الى مهند، قطعت الكره، عادت مجددا لمصلحه علي شاخوان، لمصلحه نادي اربيل. علي شاخوان مع الكره يلعب لها تيمروف، تيمروف الهداف الذي ينفرد بالصداره. 17 هدف لغايه الان. هل نشاهد هدف 18؟ هل نشاهد ثنائيه جديده لشيرزوت تيميروف؟ نعم، سجل الثنائيه في مرمى النجف وفي مرمى الغراف وايضا في مرمى الموصل وفي مرمى القاسم. نعم، هداف تيميروف. وايضا على رادار الناخب الاوزبكي الايطالي كانافارو، لكن كانافارو مدافع يفكر بالدفاع اكثر من الهجوم. كأس العالم القادمة اوزبكستان لأول مرة تشارك في بطولة كأس العالم. هنا ديارة والكرة الخطيرة، ممتازة عبد السليم حماد، ممتازة عبد السليم حماد. كاد الاوزبكي ان يسجل الهدف الثاني لولا تلقى عبد السليم حماد امام تيميروف، لكن على ما يبدو هناك تسلل، على ما يبدو هناك تسلل على تيميروف. شاهد هنا اللقطة، نعم متسلل، نعم متسلل، لكن هل لمسها في حال لمس الكرة؟ وشاهد كيف يعني لعب الكرة بطريقة فدائية باستقتال. تصل لعبد السليم حماد منذ البداية، منذ انطلاقة اللقاء قلت هذا اللقاء ليس سهل، ليس سهل بالمرة. هناك كيسندا يحاول، لكن كوميل سعدي موجود في التغطية. هذا هو كوميل سعدي الذي بعد الكرة الأخيرة. كرة الآن محمد قاسم، تمريرة، كيسندا كان متسللا، نعم راجع من التسلل وبالتالي تركها إلى كوميل الذي لعبها بدوره لمصلحة همام طارق. همام طارق
يحاول همام المرور، وهناك لا وجود الخطأ، لا وجود الخطأ، وباسم قاسم يطالب بالخطأ. تمريرة الآن أمامية، رضا ماجي وزيرو. رضا يحتفظ بالكرة، مرة الكرة لمحمد قاسم، كرة الخطيرة محمد قاسم لرضا، والخطورة يا الله، كيف ضاعت هذه الكرة؟ كرة جميلة ما بين محمد قاسم ورضا ماجي، وفي الأخير التصويبة ردها القائم الأيسر لكميل سعدي. أي كرة خطيرة لمصلحة نادي الميناء الذي كاد أن يعيد الكرة مثلما سجل في بداية الشوط الأول، يسجل في بداية الشوط الثاني. طبعا نادي أربيل سجل في الشوط الأول، تكلم عن نادي أربيل، سجل في الشوط الأول 10 أهداف فقط. شاهد هنا اللقطة، يا الله على اللقطة الجميلة من رضا ماجي، كيف لعبها في الزاوية المستحيلة على كميل سعدي، لكن القائم وقف أمام هذه الكرة. طبعا نتكلم عن نادي الميناء يسجل في الشوط الأول أكثر من تسجيله في الشوط الثاني. يعني نادي الميناء سجل في الشوط الأول 13 هدف قبل هذا اللقاء، مع هدف هذا اللقاء أصبح 14 هدف، وفي الشوط الثاني سجل 7 أهداف فقط. طبعا هو لديه 3 أهداف بعد الفوز بقرار إداري على ديالى، 3 مقابل لا شيء، بينما نادي أربيل في الشوط الثاني يسجل أكثر. نعم، نادي أربيل يمتلك 31 هدف، سجل منها في الشوط الثاني 19 هدف، أتكلم قبل هذا اللقاء. نعم، في الشوط الأول سجل 10 أهداف، ولديه هدف خطأ من المدافع أونين مرزش مدافع نادي نوروز. كرة لا لمصلحة نادي أربيل، يعني أربيل يسجل في الشوط الثاني أكثر من الشوط الأول. هنا محمد قاسم يضغط على شبنوف، لكن قطع الكرة الأوزبكي. أفضل فترة تهديفية لنادي أربيل هي في الشوط الثاني، من الدقيقة 45 للدقيقة 60، ومن الدقيقة 75 للدقيقة 90، حيث سجل 6 أهداف في كل فترة من هذه الفترات. هل ينجح؟ يعني أتكلم عن إحصائيات لا أكثر، ممكن تصيب وممكن تخيب. بينما نادي الميناء الفترة أكثر استقبالا للأهداف هي طبعا بالنسبة لنادي الميناء الأكثر فترة استقبال الأهداف هي من 30 ل 45، ومن 75 ل 90، وبعد ال90 ب4 أهداف لكل فترة من الفترات التي ذكرتها. يعني في الفترة الأفضل لنادي أربيل بالتسجيل، الميناء هو الفترة الأكثر استقبالا للأهداف. هل تصيب هذه الإحصائيات أم تبقى كرة القدم لا فيها قانون ولا فيها سكاوتينج ولا فيها أي حسابات رياضية سواء كانت معقدة أو بسيطة؟ نعم، تبقى كرة القدم تدور ولا تعرف أين اتجاهها ولا تعرف ما هي نتائجها، وبالتالي صعب جدا أن تتوقع النتيجة، وخاصة في ظل هكذا مباريات. لكن الميناء الذي حافظ على نظافة شباكه في مباراتين سابقتين الآن يتلقى هدف. هنا الكرة المحاولة من كيسندا لكن قطعت. اكو حزير الى ايسيان، قطعت. الميناء افضل. هنا تصويب من مسافة بعيدة لكن عالت العارضة وبعيدة الى الخارج. ركلة مرمى. كميل سعدي يطلب من اللاعبين التقدم الى الامام، هذا هو الخطير. المخرج يعرف تماما خطورة هذا اللاعب. في كل مرة الكاميرا تذهب على تيمروف، تلعب الكرة طويلة من كميل سعدي، كرة العالية هنا الرأسية والإبعاد. تيمروف يضغط على ماجي، لكن ماجي يحتفظ بالكرة. ماجي يحاول المرور، زيرو وتيمروف، وقطعت الكرة. الكثرة تغلب الشجاعة والمهارة والشطارة، وتغلب كل شيء الكثرة. قطعت الكرة. مهند يحاول المرور، عادت إلى محمد قاسم، الحكم قريب
ويأمر باستمرارية اللعب. لا وجود للخطأ كريستوفر جون، لكن مجتبى علي تدخل ممتاز من مجتبى، يحاول الآن كريستوفر على مجتبى، أيضا لا وجود للخطأ. الحكم على الطريقة الإنجليزية لا يعطي الأخطاء كثيرا بسبب الالتحامات والاحتكاكات التي يعتبرها عادية. هنا جابريرا لرجوياني، حضر كرة لشخوان، شخوان مع الكرة، لعب الكرة للخلف إلى همام طارق، إلى علي شخوان مجددا. يحاول نادي أربيل عودة لاعبي نادي الميناء جميعهم إلى الخلف من أجل الدفاع. نعم، شاهد لاعبي نادي الميناء يدافعون من أمام الكرة، لا يذهبون للأمام، لا يدافعون من الأمام. نعم، يدافعون في مناطقهم. كريستوفر جون يلعب الكرة قصيرة، قطعت من ماجي يحاول، أحمد الياباني إلى عباس ياس، يحاول فريق الميناء الخروج بالكرة. شاهد لاعبي نادي أربيل كيف يضغطون بحثا عن افتكاك الكرة. نعم، افتكت الكرة والبطاقة الصفراء على من؟ على كليتش ليفيلو، على الجابوني، موسم ثاني مع نادي الميناء. بطاقة صفراء هي الأولى بعد مرور 56 دقيقة. نعم، وبطاقة صفراء على كليتش ليفيلو. خطأ لمصلحة علي شخوان، شاهدنا ضغط لاعبي نادي أربيل على لاعبي نادي الميناء. شاهد هنا اللقطة، خطأ على كلينش، وحذاري الميناء من الأخطاء من الكرات الثابتة. نادي أربيل في الشوط الأول كاد أن يعدل النتيجة من الكرات الثابتة، لكن أتى التعادل من خطأ من عبد السليم الحماد، استثمر واستغل تيميروف والأوزبكي. من سوف يصوب؟ أي أوزبكي؟ شابونوف أم تيميروف؟ الأوف، من هو الأوف؟ تترك لي شابونوف، لكن تصويب الشابونوف بعيدة وإلى الخارج إلى ركلة مرمى المدافع الذي يتقدم بالكرات الثابتة، لكن هذه المرة سدد الكرة. نشاهد باسم قاسم يترقب هذه التصويبة من شابونوف، لكن بعيدة وإلى الخارج، ركلة مرمى. سجاد سالم يضغط جابريرا، لعبها للخارج ابراهيم كونتي. أربيل بدأ يفتك الكرة سريعا من لاعبين نادي الميناء. همام طارق يحاول، همام تلعب الكرة ومرتضى علي في التغطية قبل أن تصل للخطير تيميروف. رأسية همام، رأسية أخرى لكن المرة من مجتبى. أوك حزير، إيسيان إلى شابونوف، كرة عالية باتجاه تيميروف الرأسية والبحث عن ركلة جزاء من لاعبي نادي أربيل، لكن الحكم يقول لا وجود لشيء. أحمد زيرو، حذار يا أحمد، أمامك رضا ماجي يلعب الكرة للخلف إلى كوميل سعدي، كرة عالية من كوميل باتجاه تيميروف، لكن رأسية من مرتضى في وسط الملعب. الكرات مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين في الأخير إلى الخارج رمية جانبية، ولاعبي نادي أربيل يطالبون الحكم بوجود ركلة جزاء في اللقطة الأخيرة ما بين تيميروف. صعب جدا أن ترتقي هكذا لقطات إلى ركلة جزاء، لكن يبقى قرار الحكم. نعم، هو هناك لمسة يد على مرتضى علي في هذه اللقطة. نعم، هناك لمسة يد على مرتضى علي، لكن هل ترتقي إلى التعمد؟ هل ترتقي إلى الإهمال من مرتضى علي؟ نعم، هنا الآن بانتظار الفار سالم عامر، هل يستدعي سجاد خالد من أجل رؤية اللقطة بنفسه، من أجل هو أن يأخذ القرار؟ هل هناك ركلة جزاء؟ دخلنا الدقيقة 60، هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ بانتظار هل يذهب سجاد خالد بنفسه من أجل مشاهدة اللقطة. سجاد خالد ما زال يستمع لحكام غرفة الفار سالم عامر ورضا عباس. هذا هو مرتضى علي، وهذا تيميروف والمتخصص في ركلات الجزاء. لغاية الآن سجاد سالم أو عفوا سجاد خالد حكم هذا اللقاء.
والعودة للفار سجاد خالد. العودة للفار من قبل سجاد خالد من أجل المشاهدة، من أجل نعم تشيكينج لهذه اللقطة. ماذا هناك بانتظار ما هو قرار الحكم الأخير؟ كرة الآن شاهد اللقطة. نعم هناك لمسة يد. نعم، لكن هل يبقى السؤال؟ لمسات اليد هي دائما ما تكون لقطات وحالات جدلية في عالم كرة القدم. هل ترتقي إلى ركلة جزاء؟ هل ترتقي إلى التعمد؟ هل ترتقي إلى الإهمال؟ يعني شاهد واسمع عزيزي المشاهد كم سؤال سهل. نعم، لقطة موجودة، لمس موجود، لكن يبقى قرار الحكم. يعني عندما الآن نشاهد، أنتم كمشاهدين ونحن الآن كمتابعين، وأيضا لو جلبت أكثر من حكم سوف تشاهد تحليل من شخص لآخر، من حكم لآخر يختلف تماما. وبالتالي هكذا اللقطات دائما ما هي جدلية. نعم، طبيعي جدا تشاهد بعض الحكام يحتسبوها ركلة جزاء، يقول إهمال على اللاعب كون اليد في وضع تشريحي غير طبيعي، كون اليد مرفوعة. وأيضا يعني أيضا هناك حكم يقول لا، الكرة أتت من المهاجم والمسافة قريبة، وبالتالي لا يعتبر إهمال، وبالتالي لقطة لا توجد فيها ركلة جزاء. فتحليل هكذا لقطات من شخص إلى آخر، من حكم إلى آخر يختلف. ولغاية الآن سجاد خالد يأخذ وقته ويتكلم مع حكام الفار من أجل أخذ القرار النهائي. ما هو القرار النهائي؟ هل هناك ركلة جزاء؟ هل هناك ركلة جزاء أم لا يحتسب ركلة جزاء؟ لغاية الآن يتكلم، لغاية الآن يتحدث ويتناقش مع حكام غرفة الفار سالم عامر ورضا عباس وحسين عبد الواحد. أيضا يراقب باسم قاسم يناظر من أجل معرفة القرار النهائي للحكم سجاد خالد. الكل ينتظر، الكل يتابع. يعني الآن يعني تقريبا 4 دقائق مرت وعلى توقف اللقاء. ماذا سوف تحتسب؟ ماذا سوف يحتسب سجاد خالد؟ يذهب إلى الساحة، إلى الملعب. ماذا هناك؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة نادي أربيل. ركلة جزاء يحتسبها سجاد خالد. سجاد خالد يحتسب ركلة جزاء. نعم، أكيد تيمروف هو الذي سوف يسدد هذه الكرة. تيمروف الذي سبق وأن سجل طبعا في مرمى الغراف عن طريق ركلة جزاء، في مرمى ديالا، وفي مرمى الموصل. أتكلم عن 3 ركلات سابقة لتيمروف نجح بتسجيلها. هدي حسين عبد الواحد، وطبعا نعم يتناقش مع الحكم، وبطاقة حمراء على حسين عبد الواحد. لا، حسين عبد الواحد فريقك يقدم أداء متميز ومباريات جيدة. ماذا تفعل يا كابتن؟ لا يا كابتن، لا. تصرف غير مرفوض بالمرة من حسين عبد الواحد بطلب سحب اللاعبين والانسحاب من المباراة. لا هذا يعني حتى لو كان الحكم طبعا أخطأ بقراره. أنت مدرب، أنت لاعب منتخب وطني، سبق وأن فزت بلقب الدوري، لقب الكاس، وبالتالي يعني هكذا تصرف، هكذا قرار يعني غير صحيح بالمرة. حتى لو الحكم، نفترض أن الحكم، أنا ليس حكم وبالتالي لا أعرف القرار صحيح أو لا، يعني الانسحاب ليس، وخاصة تتكلم عن نادي الميناء. نعم، هذا النادي العريق
أول نادي خارج العاصمة بغداد حقق لقب الدوري 77 78. أتكلم عن السفانة، أتكلم عن أسماء، أتكلم عن تاريخ، أتكلم عن جماهير وقاعدة من الجماهير كبيرة جدا. نعم الميناء وما أدراك ما الميناء، هذه الجماهير التي سطرت تاريخ كبير في خليج البصرة. نعم جماهير الميناء، اهدى يا حسين عبد الواحد. نعم تعرضت إلى الطرد، لكن عليك أن تهدأ، عليك أن تحتوي الأمور، لأن نعرف عصبية المدرب سوف تنتقل إلى اللاعبين، سوف تنتقل إلى الملعب، وبالتالي هذه العصبية ليست بمصلحتك أو مصلحة فريقك. نعم يستطيع فريق الميناء أن يعود بنتيجة اللقاء. لماذا الانسحاب؟ لماذا إيقاف المباراة؟ نعم من الممكن جدا عبد السليم حماد يستطيع أن لديه الإمكانية برد ركلة الجزاء، فلماذا الانسحاب؟ ونتكلم عن نتيجة ما زالت هدف مقابل هدف. وحسين عبد الواحد نعم تكلم عن خبرة قليلة على مستوى التدريبي، لكن هو لاعب خبير، لاعب سنوات طويلة مع مختلف الأندية من الزوراء من الشرطة، وبالتالي يعني هذا إيقاف المباراة وانسحاب نادي الميناء. يعني لغاية الآن نشاهد لاعبين نادي الميناء يرفضون إكمال المباراة. يعني بصراحة يعني لقطة لا نريد أن نشاهدها في دورينا. وأتكلم عن نادي الميناء، أتكلم عن العراقة والتاريخ. يعني شاهد مهند عبد الرحيم الذي يتكلم مع حسين عبد الواحد، يتكلم من أجل محاولة إقناعه بالخروج وأيضا إكمال المباراة. أكيد مهند من لاعبين الخبرة، تكلم عن هداف الدوري العراقي في مناسبتين في 2015 2016 و2022 و2023، أيضا أفضل لاعب في بطولة آسيا 2012 هناك في الإمارات تحت 19 عاما، أيضا حقق مع منتخبنا الشباب رابع. أكيد مهند عبد الرحيم تاريخ كبير لمهند عبد الرحيم، وأيضا تاريخك كبير يا أبو علي. طبعا الأشخاص الذين يعرفون حسين عبد الواحد مرح جدا، نعم مرح جدا، ومن الأشخاص الطيبين واللطفاء تماما، لكن تحدث العصبية، وخاصة احنا عراقيين أعصابنا شوية نعم يعني الأعصاب دائما ما تكون لدينا. نعم احنا كمجتمع نعم لدينا العصبية. ماذا هناك؟ نعم يقول لها متبقي لكم 5 دقائق في حال عدم استئناف المباراة، يعني خلاص سوف يخسر نادي الميناء 0-3 كون انسحب من اللقاء. لغاية الآن المباراة متوقفة منذ الدقيقة 59، والآن دخلنا الدقيقة 69، وهنا سجاد خالد بانتظار لاعبي نادي الميناء. أتمنى من حسين عبد الواحد ومن لاعبي نادي الميناء العودة للمباراة واستئناف هذا اللقاء. نتيجة 1-0 يا شباب، النتيجة هدف لهدف. نعم حلوة يا كانتي، حلوة يا إبراهيم. يطلب من اللاعبين الدخول إلى الملعب، وهنا حسين عبد الواحد خلاص تم إقناعه والعدول عن قراره بالانسحاب. نعم الانسحاب ليس من صفاتك يا حسين عبد الواحد، أنا أعرفك شخصيا، أنت من اللاعبين الذين دائما ما يقاتلون داخل الملعب، وبالتالي الانسحاب ليس من صفاتك نهائيا. لماذا اليوم تطلب الانسحاب؟ يعني وخاصة المباراة فيها وقت كبير وفيها وقت طويل، ومن الممكن جدا أنه ركلة الجزاء تضيع. نعم حتى لو سجلت ركلة الجزاء الميناء لديه القدرة، لديه الإمكانية أن يعود بنتيجة اللقاء، وبالتالي الانسحاب ليس يعني بالقرار السليم والقرار الصحيح. يا حسين يا عبد الواحد، على ما يبدو لاعبي نادي الميناء يعودون إلى أرضية الملعب من أجل استكمال هذا اللقاء الذي توقف منذ الدقيقة 59 والآن 70 دقيقة. طبعا انقضت من أحداث هذا اللقاء، يعني المباراة متوقفة منذ 11 دقيقة والكلام ما زال والنقاشات مستمرة. خلاص هو تم احتساب ركلة الجزاء من قبل سجاد خالد. نعم الضحكات تعلو على وجوه الكادر التدريبي وإداري نادي الميناء، وبالتالي الأمور خلاص حلت الأمور، ولاعبي نادي الميناء على ما يبدو
سوف يعودون إلى المباراة والاستكمال. نعم، أهل البصرة ما ينسحبون أبد، أهل البصرة ما ينسحبون. نعرف الشخص البصري شخص دائما ما يكون قوي الشخصية ولا ينسحب من أي شيء. نعم، دائما قوي ويواجه الصعوبات أينما كانت، وبالتالي فريق الميناء سوف يعود. نعم، سوف يعود إلى المباراة واستكمالها. ومهند عبد الرحيم الكابتن يتكلم مع سجاد خالد، وسجاد خالد خلاص واحتسب ركلة جزاء ويطلب من حسين عبد الواحد مغادرة المصطبة. نعم، دكة البدلاء على حسين عبد الواحد. نعم، أن يغادرها. سجاد خالد الذي احتسب ركلة الجزاء. نعم، هي لقطة صعبة، من سوف ينفذها؟ الأقرب هو تيمروف. نعم، عودة لاعبي نادي الميناء. نعم، أكيد لا ينسحب فريق الميناء ولا ينسحب البصري من أي مواجهة سواء كانت في عالم الرياضة وغير الرياضة. نعرف أهل البصرة ونعرف قوتهم ونعرف تضحياتهم ونعرف تاريخهم الكبير والمشرق طبعا. نعم، ساطع. نعم، البصرة الفيحاء، وما أدراك ما البصرة الفيحاء التي قدمت الكثير والكثير للعراق. نعم، ذخر العراق الباسم، هذه المدينة التي دائما ما أنجبت الأبطال، ما أنجبت الكبار سواء في الرياضة أو في غير الرياضة. نعم، في مختلف المجالات. البصرة دائما هي المعطاء. وعودة لاعبي نادي البصرة، عودة لاعبي نادي الميناء. ركلة جزاء الآن من سجاد خالد، ركلة جزاء. تيمروف هو على التصويب، الأوزبكي المتخصص. هل يسجل ثنائية؟ تيمروف الذي زار مرمى الميناء ذهابا وإيابا، سجل هدف في مباراة الذهاب وسجل هدف في مباراة الإياب. هل يسجل هدف ثالث في مرمى الميناء والهدف الثاني في هذا اللقاء؟ الأوزبكي تيمروف أمام عبد سليم حماد. هل ينجح تيمروف أم عبد سليم حماد؟ يبقى النتيجة تعادل. تيمروف بتركيز عالي من الأوزبكي، وعبد سليم حماد نعرفه هو متخصص برد ركلات الجزاء. تيمروف جول. الأوزبكي يفعلها من جديد ويسجل هدف ثاني لمصلحة الهوليري بعدما كان متأخر بهدف منذ الدقيقة الرابعة للميناء. عودة تيمروف سجل التعادل والآن يسجل الهدف الثاني ليتقدم أربيل على الميناء عن طريق الهداف تيمروف. ثنائية تيمروف في الدقيقة 40 والدقيقة 74. أربيل الآن يتقدم على الميناء. هل هناك عودة لنادي الميناء؟ مهند عبد الرحيم يحاول لعب الكرة لكن قطعت، وهناك خطأ على مهند ولمصلحة نادي أربيل. هنا حسين عبد الواحد الذي طبعا نال البطاقة الحمراء بعد اعتراضه على طبعا احتساب ركلة الجزاء. يعني ركلة جزاء أوقفت المباراة ما يقارب 12 إلى 13 دقيقة. شابونوف يلعب الكرة الطويلة باتجاه كريستوفر جون، رأسية والإبعاد من مجتبى. الرمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. ربع ساعة متبقية على 90 دقيقة، لكن وقت مضاف سوف يكون طويل جدا. نعم، لا يقل عن 15 دقيقة. أحمد زيرو
يلعب الكرة العالية زيرو باتجاه كريستوفر جون. هنا رأسية الابعاد، تيموروف تصويبه من اللمسة الأولى، يبحث عن الهاتريك، يبحث عن الهاتريك، ويكون الهاتريك الأول له تيموروف في دورينا. نعم، يصل إلى الهدف الثامن عشر، الهدف الثامن عشر لتيموروف. تلعب الكرة طويلة من عبد السليم حماد، رأسية همام طارق مع كيسندا، كيسندا وهمام، كيسندا حافظ على الكرة، تمريرة إلى كليتش، كليتش يحاول إلى من؟ إلى الياباني، الياباني لمهند، مهند يغير اللعب لكن أقرب لهمام طارق، همام طارق لعب الكرة الطويلة باتجاه جابريرا لكن مرتضى يلعب الكرة لإبراهيم، إبراهيم كونتي يضغط تيموروف، شاهد تيموروف كيف يضغط، شاهد تيموروف كيف يضغط على المدافعين. نعم، أول مدافع في صفوف فريق أربيل عندما تكون الكرة بحوزة لاعبي الفريق المنافس. أحمد محمود كرة طويلة وهمام طارق بالرأس، مرة أخرى رأسية لمصلحة كوميل سعدي، كوميل سعدي يحاول استهلاك بعض الثواني لكن خلاص قاعدة 7 ثواني طبقت، وبالتالي الحارس لا يستطيع طبعا أن يحتفظ بالكرة أكثر من 7 ثواني. الكرة العالية وهنا الرأسية من كونتي، شابونوف رأسية من الأوزبكي، رضا ماجي إلى عباس ياس، عباس ياس تمريرة لرضا ماجي مجددا، عباس ياس تمريرات لمصلحة نادي الميناء، يضغط لاعبي نادي أربيل بالرغم من تقدمهم بهدفين مقابل هدف واحد لكن يضغطون إلى الأمام. تترك من همام طارق إلى الخارج، رمية جانبية، رمية جانبية. هل هناك تبديل لنادي الميناء؟ سليم حماد، نعم لا، تبديل لنادي أربيل، هارون زبيدي المدافع بديلا لمن؟ بديلا لمن؟ البديل لكريستوفر جون. نعم، دخول لاعب قلب دفاع، خلاص باسم قاسم يؤمن الجانب الدفاعي بدخول هارون زبيدي اللاعب اليماني بديلا لكريستوفر جون. هارون زبيدي خلاص الآن فريق أربيل يعود يلعب ب3 لاعبين كقلوب دفاع، شابونوف ومحمود ديارة إضافة إلى اللاعب اليماني هارون زبيدي. همام طارق إلى تيموروف، تيموروف يحاول مع مجتبى يلعب الكرة لكن إلى الخارج، ركلة مرمى، ركلة مرمى. عبد سليم حماد على لعب ركلة المرمى، يطلب من لاعبي نادي الميناء التقدم إلى الأمام من أجل لعب الكرة العالية الطويلة، يلعب الكرة الطويلة ومن الرأسية من مهند إلى محمد قاسم، مرت على محمد قاسم والحكم يعطي مبدأ الفائدة لنادي أربيل. شاخوان، شاخوان يحاول من أمام كلينش وإلى الخارج، رمية جانبية، شاخوان لم يسيطر على الكرة، عادت لمصلحة نادي الميناء. يحاول الآن أحمد محمود تغيير اللعب هناك لعباس يسار لجهة اليسار، عباس ياس أمامية لرضا ماجي لكن زيرو مع رضا ماجي من بداية اللقاء ولغاية الآن دقيقة 79. تمريرة أمامية وصلت لمرتضى علي، مرتضى إلى الحارس عبد سليم حماد، يضغط تيموروف وعبد سليم حماد يلعب الكرة الأمامية، شابونوف بالرأس إلى آكو حزير، سيطر على الكرة آكو حزير لأحمد زيرو أمامية، تترك للحارس عبد سليم حماد، عبد سليم يلعب الكرة الأمامية إلى الخارج، رمية جانبية. هذا هو همام طارق، خبرة وتجربة كبيرة. همام إلى محمود ديارة يلعب الكرة العالية باتجاه جابريرا بالرأس من مجتبى علي، هنا الرأسية وهمام طارق يضغط على كيسندا لكن هناك خطأ على همام، خطأ على همام طارق، والروح الرياضية موجودة ما بين همام طارق وكيسندا. هذا اللقطة كيف ضغط همام طارق، نعم لاعبين نادي أربيل بجانب بدني عالي، يعني وصل الآن إلى الدقيقة 80 كيف يضغطون على لاعبين نادي الميناء. إبراهيم كونتي كرة عالية، شابونوف بالرأس، البرج الأوزبكي برج المراقبة، إبراهيم كونتي
إلى مجتبى. مجتبى يحاول المرور، مرور جميل وتمريرة أمامية رأسيا مامادة ديارة. طبعا تكلم مامادة ديارة وشابانوف، لاعبان يتميزان بطول القامة وأيضا بالكرات الرأسية. طالت على كلينش، أول كرة لم تخرج. نعم الكرة لم تخرج. همام طارق يلعب على تيميروف، تيميروف لهمام طارق 1-2 جميلة. يلعب الكرة العرضية هنا الرأسية والإبعاد، وهناك خطأ على رجوياني مايكل جابريرا اللاعب البديل الذي دخل ما بين الشوطين. كرة الآن 3 تبديلات لنادي أربيل. كيسندا يضغط على مامادو، مامادو يحافظ على الكرة، قوي مامادو إلى ركلة مرمى. نعم ركلة مرمى لمصلحة نادي أربيل. 9 دقائق على 90 دقيقة. نعم كم سوف يضيف؟ كوميل سعدي، كوميل يلعب ركلة المرمى رأسية الآن من جابريرا لشخوان. جابريرا مجددا مايكل تيميروف بلمسة جميلة لعلي شخوان بالقرب من إبراهيم كونتي. إبراهيم كونتي مع علي شخوان. علي شخوان يحاول المرور، يلعب له همام طارق. همام يلعب الكرة العالية وعالية وبعيدة. تيميروف يحاول الحق بالكرة لكن رضا ماجي أقرب، وزيرو يضغط على ماجي وهناك خطأ. خطأ لأحمد زيرو. لقاء داخل لقاء ما بين الثنائي ماجي وزيرو، ما بين المغربي وأحمد. دائما أحمد زيرو قريب من رضا ماجي. مرتضى علي، مرتضى علي على لعب الخطأ. مرتضى يلعب الكرة الأمامية إلى مهند. قطعت الكرة من إيسيان. أحمد محمود إلى عباس ياس لمصلحة أبناء السفانة، لمصلحة أبناء البصرة، وهناك خطأ. خطأ لمحمد قاسم الصيف على آكو حزير. تلعب الآن لعباس ياس، بدأ يتقدم للأمام عباس ياس. هل هناك هدف التعادل للميناء أم هدف ثالث لأربيل؟ همام طارق يضغط كيسندا على همام. همام يلعب الكرة الطويلة العالية. إبراهيم كونتي إلى مجتبى. مجتبى هناك خطأ، خطأ على مايكل جابريرا. دفع واضح من مايكل جابريرا على مجتبى. خطأ لمصلحة النادي الميناء. قطعت الكرة اكو حزير لتيميروف. تيميروف يحاول تيميروف ان يمر، ما زال يحتفظ بالكرة. تيميروف يلعب الكرة الى زيرو. شابانوف امامية لعلي شخوان. علي شخوان في كل مكان، علي شخوان في كل مكان. يلعب على تيميروف. تيميروف يلعب الكرة العالية باتجاه همام طارق. همام طارق بالراس الى شخوان. شخوان الى همام مجددا. همام يبحث عن الكرة العالية. همام يبحث عن الكرة العالية، يلعب الكرة العالية لكن راسية كونتي وصلت الى كلينش. كلينش تمريرة جميلة لمهند. مهند قصيرة وقطعت من مامادو. قطعت من مامادو كابتن الفريق. عادت مجددا للناحية جهة اليسار لشخوان. شخوان لهمام. همام طارق. لاعبي نادي أربيل يحاولون الاستحواذ على الكرة وحرمان لاعبي نادي الميناء من الكرة. نادي الميناء لا يضغط بقوة على لاعبي نادي أربيل من أجل افتكاك الكرة. نعم شاهد لاعبي نادي أربيل يغيرون اللعب من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين بسلاسة. شاهد كيف الكرة انتقلت من اليسار إلى اليمين. أحمد زيرو إلى تيميروف. تيميروف إلى شابانوف. شابانوف يعود بالكرة للخلف. كوميل سعدي. 5 دقائق أخيرة على نهاية 90 دقيقة، لكن كم سوف يضيف؟ نعم على الأقل 15 دقيقة، كون المباراة توقفت 13 دقيقة بسبب ركلة الجزاء.
هنا الكرة لكن طويلة على شخوان، طويلة على علي شخوان، رمية جانبية. أحمد محمود تلعب الكرة الآن، يحاول كيسندا، همام طارق وكيسندا صراع، ويأتي هارون. لا وجود الخطأ، هناك خطأ، هناك خطأ. نعم الحكم المساعد لم يحتسب الخطأ، بينما احتسب الخطأ الحكم الساحة سجاد خالد. أكرم علي لم يحتسب الخطأ، بينما سجاد خالد هو من احتسب الخطأ. كيسندا يتكلم مع أكرم علي. لماذا الشاهد يعني عيون كيسندا تتكلم؟ محمود خليل الآن وحيدر أحمد، تبديلين دفعة واحدة. بدلاء لمن؟ هل بعد الخطأ التبديل؟ نعم بعد الخطأ، بعد الخطأ التبديل. خطأ الآن، هل يعدل عباس ياس؟ تلعب الكرة العالية، جول 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 جول. السفانة أبناء البصرة عادوا من جديد، عادوا وعدلوا. حلوة، كرة جميلة، وهدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة نادي الميناء عن طريق مرتضى علي الذي تسبب بركلة الجزاء. ها هو الآن يعدل، ها هو الآن يكفر عن ذنبه ويعدل النتيجة. شاهد عباس ياس، وهنا الرأسية. صعب على كميل سعدي، صعب على كميل سعدي. هل كان متسلل مرتضى علي؟ هل كان متسلل في هذه اللقطة؟ لكن هدف جميل، رأسية جميلة، رأسية صعبة على كميل سعدي. مباراة جميلة ما بين أربيل والميناء. التعادل الآن عن طريق مرتضى علي، يعدل في الوقت القاتل في الدقيقة 87. وحسين عبد الواحد يتنفس الآن، نعم يأخذ نفس. ماذا هناك؟ هل هناك تشيكينج جول؟ التأكد من صحة الهدف، التأكد من صحة الهدف. عادت السفانة وأبحرت من جديد بقيادة هذا القبطان حسين عبد الواحد الذي تعرض إلى البطاقة الحمراء، نعم بعد نقاش. وأيضا هناك بطاقة صفراء على أحمد محمود الياباني، نعم بطاقة صفراء على أحمد محمود الياباني. هل كان هناك اعتراض؟ ماذا هناك يا سيد الحكم؟ بانتظار التأكد من صحة الهدف، التأكد من صحة الهدف. كم سوف تضيف؟ كم سوف تضيف يا سجاد خالد؟ لا، أكثر من 15 هدف، أكثر من 15 هدف. شيرزود تيميروف يتكلم مع سجاد خالد. شيرزود تيميروف طبعا هناك مقطع فيديو ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو على دراجة نارية، نعم يقود دراجة نارية وفرح جدا بقيادتها. بانتظار وهو طبعا يعني لا يكتفي بقيادة الدراجة النارية وإنما يقود أربيل، وأيضا يقود صدارة هدافي الدوري برصيد 18 هدف لغاية الآن يعني لم يأخذ القرار النهائي. ما هو القرار؟ نعم هدف لمصلحة نادي الميناء. يعدل الميناء هدفين مقابل هدفين. لم يكن متسلل مرتضى علي، نعم لم يكن متسلل،
وهدف جميل عن طريق مرتضى علي، رأسية في شباك اربيل في شباك هولير ليعدل النتيجة. هدفين مقابل هدفين، هدف أتى في الدقيقة 87. الآن كم سوف يضيف همام طارق؟ الكرة العالية الطويلة وإلى الخارج، رمية جانبية. نعم يعدل الآن فريق الميناء. كم سوف يضيف؟ تبديلات الآن لنادي الميناء. حيدر أحمد ومحمود خليل. حيدر أحمد بديل لمجتبى علي. شاهد هنا اللقطة. نعم هناك تغطية، هناك تغطية من تيمروف الأوزبكي العاد بالواجبات الدفاعية، وبالتالي في موقف سليم مرتضى علي. هدف التعادل. محمود خليل بديلا لمن؟ محمود خليل بديلا على ما يبدو لمحمد قاسم صيف. نعم محمود خليل بديلا لمحمد قاسم صيف، تبديلين دفعة واحدة لحسين عبد الواحد. محمود خليل وحيدر أحمد بدلا لمحمد قاسم صيف ومجتبى علي. تلعب الكرة العالية. كم سوف يضيف الحكم؟ كم سوف يضيف؟ انتظر الوقت المضاف. نعم وقت سوف يكون طويل وطويل جدا. دخلنا الدقيقة الثانية بعد 90. كرة الآن 1-2 لكن بعيدة على حيدر أحمد ورمية جانبية. هل هناك هدف قاتل للأصفر أم للأزرق؟ هل هناك هدف قاتل؟ يعني حدث معلق يقول هناك هدف، لكن لمن هذا الهدف؟ هل للسفانة أم للهوليري؟ السفانة والهوليري سبق وأن فازا بلقب الدوري. الميناء موسم 77-78، بينما أربيل بأربع ألقاب. هنا شخوان الحق بالكرة قبل أن تخرج. شخوان يلعب الكرة العالية وعبد سليم حماد ممتازة. عبد سليم حماد ممتازة. عادت الآن رضا ماجي يحاول أمام كحزير، وكحزير قاطع الكرة لم تخرج، ما زالت داخل الملعب. عباس ياس إلى مرتضى تسبب بركة الجزاء وأيضا سجل هدف ثاني. وهناك خطأ لمهند عبد الرحيم، والروح الرياضية موجودة من اللاعب أحمد زيرو. لغاية الآن لم نشاهد الوقت الذي تم إضافته. عزيز المخرج كم أضاف الحكم؟ تلعب الكرة رأسية من هارون زبيدي إلى همام طارق. همام يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه تيمروف، وهناك خطأ على تيمروف. مشاكس هذا الأوزبكي. نعم مشاكس يضغط على المدافعين، يضغط على الحارس، وشاهدنا في لقطة الهدف الأول كيف ضغط على الحارس عبد السليم حماد واستطاع أن يخطف الكرة وسجل هدف التعادل. شاهد تيمروف الذي يسجل رابع ثنائية له بعدما سجل في مرمى النجف وفي مرمى الغراف وفي مرمى الموصل وفي مرمى القاسم، بينما هذه الثنائية الخامسة لتيمروف. عباس ياس، محمود خليل لعباس ياس مجددا. نادي الميناء هل يخطف 3 نقاط؟ هل يخطف 3 نقاط من أمام نادي أربيل؟ لكن هارون زبيدي يضغط، يحاول محمود خليل لكن زيرو. تشتيت الكرة العالية. إبراهيم إلى كلينش يلعبها للحارس عبد سليم حماد يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه كيسندا، لكن ديارة بالرأس لشخوان والكرة طالت على شخوان إلى الخارج. رمية جانبية. كم أضاف الحكم. تبديل دخول الآن جيلان لقمان بديلا لإيسيان. هذا هو جيلان يحاول الانطلاقة مع كلينش، سباق سرعة، وهناك خطأ لمصلحة جيلان لقمان الذي دخل قبل قليل. الحكم اعتبرها دفع على اللاعب الوسط كليتش لافيلو الجابوني. شاهد نعم دفع ليس كتف بكتف، ليست مكاتفة، وإنما دفع كان باليد، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي أربيل. كحزير على تنفيذ الخطأ. نعم
ينبه كيسندا بأن اللعب على الصافرة، يجب أن ترجع المسافة القانونية. دخلنا الدقيقة السادسة من الوقت المضاف الذي لا نعرف يعني كم، أنا توقعت 15 دقيقة أو أكثر من 15 دقيقة. أكو حزير على لعب الخطأ. أربيل هل يسجل هدف ثالث عن طريق الكرة الثابتة تلعب علي بن أكو حزير. هنا الراسية مرت على مامادو ديارا، آخر من لمس الكرة الفرنسي الكابتن المتقدم في الكرات، دائما ما يتقدم في الكرات الثابتة، وهذه الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى بعيدة عن مرمى عبد سليم حماد، ركلة مرمى لمصلحة نادي الميناء. كرة الآن عبد سليم حماد على تنفيذ الكرة، يلعب ركلة المرمى عالية، هنا الرأسية من هارون، قطعت من كلينش إلى محمود خليل، هناك اللي رضا الأحمد محمود لكن شوبونوف قاطع الكرة إلى رمية جانبية تترك من أحمد محمود إلى عباس ياس يتقدم من أجل لعب الرمية الجانبية. نادي الميناء نعم هي نتيجة مقبولة، نادي الميناء خارج الديار ويأخذ نقطة من فريق فاز على نادي الميناء هناك في البصرة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. في طبعا أتكلم في الجولة الثانية كانت من دورينا، تيمروف سجل هدف ومصطفى قابيل سجل ثنائية. مصطفى قابيل الذي يغيب عن هذا اللقاء وغاب عن اللقاء الذي كان أمام القرمة. عباس ياس يلعب لرضا، يبحث عن ركلة ركنية من أمام أكو حزير يحاول افتكاك الكرة خطأ على رضا ماجي، خطأ لمصلحة نادي أربيل. دخلنا الدقيقة الثامنة من الوقت المضاف. رضا ماجي الأسد الأطلس تترك لكميل سعدي، كميل يلعب الكرة العالية الطويلة، ما زالت الكرة داخل الملعب. كلينش إلى أحمد محمود، إلى كلينش مجددا، أمامية من كلينش باتجاه كيسندا، وخطأ على كيسندا لمصلحة همام طارق، خطأ لمصلحة نادي أربيل بعد دفع من كيسندا على همام طارق. شاهد اللقطة، وخطأ لمصلحة كيسندا، لمصلحة همام طارق على كيسندا. تلعب الكرة العالية، رأسية من إبراهيم كونتي، وهنا همام طارق أيضا رأسية من كلينش إلى مهند يلعب الكرة العالية باتجاه محمود خليل، يضغط محمود خليل على الأوزبكي لكن الأوزبكي ينجح، وهارون أيضا يلعب الكرة في وسط الملعب إلى كيسندا. عباس ياس مع الكرة، عباس يحاول التقدم، يلعب الكرة للأمام عباس ياس من الخلف، نعم من الخلف لمهند، تمريرة مقطوعة عادة إلى كلينش، تمريرات مقطوعة. الله يا كلينش خلص بصورة جميلة من تيمروف. هنا التمريرة الأمامية، هارون موجود في المكان المناسب، يلعب الكرة رأسية تيمروف لعلي شخوان يلعب لهمام طارق يلعبها لعلي شخوان مجددا، ممتازة حيدر أحمد قاطع الكرة بصورة جميلة، وصلت إلى أحمد محمود تقدم، أكو حسين يضغط على أحمد محمود، وهناك خطأ على أكو حسين لمصلحة نادي الميناء، وأكو حسين يعترض على الحكم سجاد خالد. خطأ واضح يا أكو حسين، نعم خطأ واضح تماما، هناك كان مسك وشد في هذه اللقطة. دخلنا الدقيقة 10 من الوقت المضاف على أحداث الشوط الثاني الذي لم نشاهد الوقت المضاف طبعا، لكن المباراة توقفت كثيرا، توقفت بسبب ركلة الجزاء ما يقارب 12-13 دقيقة، وأيضا في الهدف الثاني لنادي الميناء أيضا المباراة توقفت ما يقارب 2 إلى 3 دقائق من أجل طبعا تأكيد صحة الهدف. خطأ لمصلحة نادي الميناء. عباس ياس، هل ينجح نادي الميناء بخطف المباراة بعد تسجيل هدف ثالث أيضا من طريق كرة ثابتة؟ لعب هذه المرة قصيرة، أحمد محمود إلى
مهند إلى كيسندا، كيسندا انطلق، مار كيسندا، هل هناك خطأ؟ لا وجود للخطأ، الحكم يقول لا وجود لشيء. بالسلام لكيسندا اللاعب الكنغولي الذي حاول المرور من أمام همام طارق، لكن الحكم يقول لا وجود لشيء. والكرة الآن وصلت إلى جابريرا، هجوم الآن إلى جيلان لقمان، جيلان لقمان يحاول جيلان يلعب الكرة العالية، وعبد سليم حماد، حذار يا عبد سليم حماد، حذار يا عبد سليم حماد، أخطأت بكرة الهدف الأول ونخطأ. 22 دقيقة يا رباه يا الله، 22 دقيقة. هذه المباراة هل تدخل موسوعة جينيس بسبب الوقت المضاف على أحداث الشوط الثاني؟ 22 دقيقة، نصف شوط في عالم كرة القدم. نعم، سوف نلعب عند الدقيقة 122 112 نعم، عند الدقيقة 112 بعد إضافة 22 دقيقة. يعني هذه المباراة سوف تدخل موسوعة جينيس في دورينا من يعني طبعا يعني أكيد بعد يعني لم يضاف هكذا وقت في دوري نجوم العراق. نعم، لم يضاف هكذا وقت في دوري نجوم العراق. 22 دقيقة يعني على شوط واحد فقط، لا 12 دقيقة. ما نقول المخرج الآن يصحح 12 دقيقة، ما أعرف بعد 12 لو 22. الآن نحن في الدقيقة 12. هنا الكرة الخطيرة وديارة بعد الكرة لا ركنية، وركنية الآن لمصلحة نادي الميناء. هل تكون الركنية الأخيرة؟ وديارة يطالب من اللاعبين الدفاع من أجل الحفاظ على هذه النقطة تجعل نادي أربيل رصيده 41 نقطة. نعم، 41 نقطة متساويا مع القرمة، لكن القرمة سوف يكون في المركز الخامس وأربيل في المركز الرابع. تلعب الكرة، وهنا المحاولة والإبعاد، دربكة في دفاعات نادي أربيل. هنا إبراهيم تصويبة بعيدة تماما إلى الخارج، وحكم اللقاء يطلب ماذا هناك يا سيد الحكم؟ هل هناك خطأ أم ماذا؟ نادي الميناء سوف يكون لديه 27 نقطة، سوف يكون في المركز الثاني عشر. نعم، برصيد 27 نقطة، وديالا يكون في المركز الثالث عشر. هل هناك تبديلات؟ هناك تبديلات أم ماذا؟ دخلنا الدقيقة 14 من الوقت المضاف. نعم، تبديلات لنادي الميناء. خروج كيسندا، دخول من؟ خروج كيسندا، وأيضا خروج مهند عبد الرحيم. لما نشاهد البديل الأول، دخل بديل لكيسندا. الكرار جعفر دخل. نعم، خروج كيسندا ومهند، ودخول كرار جعفر، وطبعا زين العابدين جاسم. تلعب الكرة من أمام طارق. دخلنا الدقيقة 15 بعد 90. عباس ياس يلعب الكرة الأمامية. أحمد زيرو يلعب الكرة إلى شابونوف، كرة عالية وطويلة باتجاه تيميروف، هنا الراسية والإبعاد من مرتضى علي إلى رمية جانبية، لعبة سريعة من زيرو لا تيميروف يحاول. فريق أربيل أكو حزير يمرر الكرة إلى همام طارق مع الكرة، يضغط كرار جعفر على همام، يعود بالكرة إلى الخلف إلى ديارة، تمريرة أمامية رأسية من إبراهيم، كليش لم يسيطر على الكرة، عادت لهمام طارق مجددا
إلى جيلان لقمان. جيلان لقمان، جيلان لقمان والكرة طبعا لا نعرف الآن الوقت بصراحة، يعني مرة 22 ومرة الآن 12. عاد الوقت مجددا إلى الدقيقة السادسة من المضافة، يعني لا أعرف. كرة الآن خطأ الآن لمصلحة نادي أربيل. سجاد خالد، هذه الكرة ما بين جيلان لقمان وحيدر أحمد، البديلان، سواء حيدر أحمد دخل بديل من نادي الميناء وجيلان لقمان بديل من نادي أربيل. خطأ الآن لمصلحة نادي أربيل، خطأ قريب من منطقة الجزاء. هل هناك هدف ثالث؟ كرار جعفر وحيدر أحمد. أكو حزير على لعب الخطأ، أخطر من الركلة الركنية. أكو حزير يلعب الكرة عالية وبعيدة إلى الخارج، حاول أن يغالط عبد سليم حماد لكن الكرة بعيدة وإلى الخارج من أكو حزير إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة نادي الميناء. ركلة مرمى. زين العابدين الذي دخل بديلا، تلعب الكرة عالية وطويلة. هنا الرأسية من محمود خليل إلى الخارج، رمية جانبية. أحمد زيرو على لعب الرمية الجانبية، لعبها إلى هارون زبيدي. هارون اليماني يلعب الكرة على طويلة باتجاه جابريرا. تيميروف الخطير. هنا الرأسية، جيلان يبحث عن تصويب، يبحث عن رأسية. جول 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 الأوزبكي. إنها ليلة الأوزبكي، إنه موسم الأوزبكي. تيميروف لا يكتفي بالأول ولا يكتفي بالثاني، والآن يسجل الثالث. هاتريك لهذا الدب، هاتريك لهذا الأوزبكي الذي بدأ الهجمة وفي الأخير وضعها برأسه. صعب على عبد سليم كون الكرة تغير مسارها. شاهد جيلان لقمان كيف لعب الكرة، لعب الكرة من خرم الأوبرا إلى رأس الأوزبكي الذي يسجل بالرأس ويسجل باليسرى ويسجل باليمنى. أي أوزبكي هذا، أي هداف هذا الذي يسجل الأهداف ويدون الأهداف في كل جولة، في كل شوط، في كل لحظة يخطف هدف قاتل لمصلحة نادي أربيل. مباراة كاملة الأوصاف، وخاصة في الشوط الثاني. فقط الجمهور الذي كان غائب، لكن الأداء الفني، الأداء الكبير كان حاضرا بقوة في هذا اللقاء. ذكرت في بداية المباراة الفريقان يعيشان بأفضل أوضاعهما الفنية والبدنية. أربيل خطف هدف 3 نقاط. هل هناك عودة للميناء؟ الميناء لم يستسلم، السفانة ما زالت تبحر من أجل التعديل. هل تنجح بالتعديل أم غرقت في هولير، أم غرقت في أربيل؟ هارون زبيدي ابعاد ليس بمثالية، وهنا همام طارق ابعاد الكرة إلى الخارج. مباراة سهلة مباشرة تنتهي هذه المباراة ومباشرة إلى السحور. نعم، سهرة رمضانية جميلة جدا. الكرة الآن رمية جانبية. الميناء يبحث عن التعديل. كرار جعفر يحاول المرور وخطأ. خطأ لمصلحة الميناء، وخطأ في الخطأ السابق. الميناء يعدل، وهنا همام طارق تحصل على بطاقة صفراء. هل يعيد الكرة الميناء ويعدل أيضا من كرة ثابتة كما فعلها في كرة الهدف الثاني؟ هل يعيدها في كرة الهدف الثالث في كرة التعادل؟ هل ينجح الميناء
هل ينجح ابناء السفانة بالابحار مجددا؟ عباس ياس، لماذا هذا الكلام؟ لهذا النقاش، وضع الكرة في مكان حدوث الخطأ، ولا داعي للنقاش، ولا داعي لأخذ بطاقة صفراء مجانية. تيمروف ليلة الأوزبكي نجم هذه الجولة بدون منازع، نعم 4 بطاقات صفراء. عباس ياس، هل ينجح الميناء أن يعدل؟ هل ينجح الميناء أن يعدل عن طريق كرة ثابتة أخرى؟ عباس ياس هو المتخصص. عباس يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، مرت وعدت وذهبت إلى الخارج من أمام الأوزبكي شابونوف إلى ركنية. الميناء يضغط، الميناء يبحث عن التعديل، لم يرمي المنديل. ما زالت السفانة تبحث عن هدفها المنشود، هدف التعادل. نعم، هي أتت الأربيل ليس من أجل السياحة، ليس من أجل العطلة الربيعية، بينما من أجل خطف نقطة أو 3 نقاط. يلعب عباس ياس والإبعاد من أمام طارق. ما زال الضغط للأزرق، للميناء. رمية جانبية، رضا ماجي على لعب الرمية الجانبية، يتركها لحيدر أحمد. يلعبها لكرار جعفر. كرار جعفر لحيدر. حيدر يحاول، وهنا قطعت الكرة. علي شخوان، طارت على علي شخوان، والابعاد من كلينش. لوفيلو الجابوني ابعد الكرة. تلعب الان رمية جانبية الى تيمروف. اي تيمروف، انت لا يمل ولا يكل هذا الاوزبكي. هل هذا المحترف والا فلا؟ هذا المحترف حقيقي وإضافة ليس فقط لدورينا وليس فقط لنادي أربيل. نعم يعني هكذا محترفين، حتى اللاعبين الشباب يستفادون من هكذا محترفين على مستوى عالي من الأداء، على مستوى عالي من الانضباط، وأيضا هداف بالفطرة. باسم قاسم ما زال يوجه، وهنا تيمروف شهد يعني كيف خلاص الكرة يعني عندما فقدها ضغط على المدافع وابعدها الى ركلة مرمى. متى ينتهي الوقت المضاف؟ نعم طبعا يعني 22 دقيقة من 12 دقيقة لم نعرف، لكن ما زالت المباراة، والميناء ما زال يبحث عن هدف التعديل، وأربيل يقاتل. أربيل بعدما فاز على القرمة ب3 أهداف مقابل هدفين، الآن يكرر النتيجة ويتقدم أيضا على الميناء ب3 مقابل 2. شابونوف الدب الأوزبكي، برج المراقبة، أبعد الكرة ولكن ما زالت الخطورة. عباس ياس يحاول المرور لكن قطعت من زيرو لا ماجي، وهنا الحكم ينهي هذا اللقاء بفوز نادي أربيل ب3 أهداف مقابل هدفين، ويصل عند النقطة 43 متساوي مع الطلبة، لكن هو في المركز الرابع والميناء في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة. مبارك لنادي أربيل وجماهير أربيل، هارد لك للميناء وجماهير الميناء. مباراة جميلة، مباراة استمتعنا فيها. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي علب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.